وعمرو ورده وعامر صبري ومحمد سعيد قطه ومحمد حمدي زكي واكرم عبد ربه في المنطقه الهجوميه والاماميه. فريق مصر للمقصه على اليمين بزي النبيتي او العنابي كده، مصطفى كمال في حراسه المرمى، خط ظهره احمد حسام، احمد السيد، عبد الحميد سامي، باسم عبد العزيز. بقى في نص الملعب المغربي عمر النجدي، عبد الله فاروق، احمد سامي وعمرو بركات. ثم اتنين سترايكرز الهداف والفراج وسيد حمدي. طاقم تحكيم لهذا اللقاء بقيادة الدولي محمود البنا، أحمد حسام طه مساعد حكم أول دولي أيضا، محمد عبد القادر مساعد حكم ثاني دولي أيضا، وعبد الله عكاشة هو الحكم الرابع لهذا اللقاء. عموما اظبطوا ساعات حضراتكم معانا وتابعوا معانا هذا اللقاء اللي بيخوضه نادي الاتحاد السكندري برصيد 25 نقطة، محتلا المركز ال11، لعب 18 مباراة، فاز في 6، تعادل في 7، هزم في 5 ل 22 هدف وعليه 19. نظيره وضيفه النهارده فريق المقصة، لعب 18 مباراة، فاز في 7، تعادل زيهم، هزم في 4، 30 هدف وعليه 28 و28 نقطة والمركز الخامس. بقول لحضراتكم ان المباراة صعبة لكلا الفريقين. 5 مباريات جمعت الفريقين من قبل. مصر المقصة فاز في 3 مباريات، واتحاد السكندري لم يفوز في ال5 مباريات، و3 مباريات فوز المقصة ومباراتين انتهت كل منهما بالتعادل. اول لقاء كان جمعهم في استاد اسكندرية وانتهى بتعادل سلبي، ثم لقاء الرد او لقاء العودة انتهى بفوز مصر المقصة بهدفين مقابل هدف واحد. عموما اللقاء السادس النهارده ممكن يكون الفوز الاول نادي الاتحاد على حساب مصر المقصة في خلال 6 لقاءات، او يرفع رصيده من الفوز مصر المقصة للرقم 4. خرج لاعب من نادي الاتحاد السكندري معاه حسام حسن، اطمئن عليه ونشوف ينزل الملعب يكمل الملعب مرة تانية. وادي ركلة المرمى علي فرج، يلعب الكرة الطويلة تطلع عالية، تدخل مرة تانية بره الملعب. عمرو وردة ابن النجم مدحت وردة، علامة من علامات الرياضة المصرية وتحديدا كرة السلة. دخل عمرو وردة، مباراة تانية لعمرو بعد انضمامه على سبيل الإعارة من النادي الأهلي. ركلة حرة مباشرة للمقصة، ادي فريق مصر المقصة، ودي رقم 25 عبد الله فاروق، خبرة طبعا وباع طويل. عبد الله فاروق اللي بدايته في النادي الاهلي، لعب في اتحاد الشرطة، ادي حاليا في مصر المقصة، وبيواجه شقيقه الاصغر عبد الرحمن فاروق النهارده ظهير ايسر نادي الاتحاد. تماس لمصر المقصة هتتلعب من الجهة اليسرى وباسم عبد العزيز على التنفيذ، ضربة رأس انما من وائل فراج توصل سهلة لدفاع الاتحاد. وادي علي فرج، ياخد علي فرج على مهله. اخر مباريات الاتحاد السكندري كان هزيمة من النادي المصري 0-1. مصر المقصة فاز في الاسبوعين ال17 وال18، حقق فوزين متتاليين. نشوف كده اللعبة ونشوف الكورة. بقول لحضراتكم كان فاز على الشرطة بهدفين وعلى دجلة في اخر مبارياته بهدفين ايضا. تماس واحمد حسام لمصر المقصة، اتلعبت الكوره، ياخد فريق مصر المقصة، اتحطت اماميه وائل فراج وسيد حمدي، الاثنين سترايكرز بيتحركوا كويس. سيد يلعبها لوائل، انما كان مكمل عمر النجدي كده، تطول الكوره وياخد علي فرج. انما المباراه تبقى حلوه اكيد بين الفريقين. المركز الخامس بقول لحضراتكم للضيف النهارده فريق مصر المقصة، اتحاد اسكندري اللي ماشي بخطى ثابته بيحاول على حساب المقصة يعني زيادة النقاط وزيادة مباريات الفوز. الو ردي ادي اللعبة وادي الكورة، ويحاول نادي الاتحاد السكندري اللي بيخوض بالزي الابيض، انما مباريات كبيرة جدا، نتائج مرتفعة المستوى مع العميد العنيد حسام حسن اللي بيعشقوا الجمهور السكندري. معاه لقوا نفسيهم لم الدنيا كلها حواليه حسام بخبرته الكبيرة. ادي واحدة وهجمة من الجانب الايسر لمصر للمقصة، يقدر يفوت من هنا باسم عبد العزيز، تدخل على طول من محمد حمدي زكي، فاول عادي جدا. على طول اطلق صافرة حكم اللقاء الدولي محمود البنا من منطقة ومحافظة كفر الشيخ محمود البنا،
وادي الركله الحره المباشره لفريق مصر للمقصه. هتتلعب الكوره عن طريق احمد حسام سابق، احمد حسام لاحمد سامي رقم 17. خير الاسماء محمده وعبده. احمد سامي على التنفيذ داخل منطقه جزاء الاتحاد، وهوبا الكوره هوبا اللعبه. والله كان ممكن يتقدم المقصه في عدم تنظيم دفاعي من لاعبي الاتحاد السكندري. سيد حمدي واحد من الهدافين، واحد من اللاعبين المميزين. ادي اللعبه واتحطت الكوره وبالقدم اليسرى كان ممكن يسجل في مرمى الاخضر، انما ربنا حارس لمرمى الاخضر وحارس لعلي فرج. توفيق كان معاهم في اللعبه اللي فاتت. الاتحاد السكندري صاحب الباع الكبير في كرة القدم، الاتحاد السكندري صاحب ال100 عام اللي احتفل بمئويته 2014، وكان 1914 هي تأسيسه وإنشاؤه وإشهاره، يعني مئوية تكاد تكون معقولة، خاصة المباراة الكبيرة سبورتنج لشبونة اللي كان هنا في اسكندرية وقابل نادي الاتحاد في مباراة انتهت بالتعادل 2-2، ومئوية جميلة جدا. الشكر والتقدير لكل القائمين عليها بقيادة مجلس الإدارة وتحديدا رئيس لجنة المئوية الأستاذ محمد مسلحي. كون لجان، كون مجموعات عمل، قدم شكل طيب وجميل لجميع نادي الاتحاد. يا محمد يا حمدي اتحطت ناحيه شمال كده، نشوف ارضيه مقطوعه. نفرح مع كل هجمه للاتحاد، بنسعد مع كل هجمه للمقصه. دايما نقول ان كره القدم اللغه الرسميه ليها هي الاهداف. امتى بقى الاقدام تتدخل، امتى الرؤوس تتحدث، امتى الكره تسكن الشباك اسفل العارضه وما بين القائمين. اجمل المناظر واروعها، احلى المناظر اللي احنا بننتظرها والكره تحتضن الشباك. مين يسجل في مرمى مين ما يهمناش، ممكن الاتحاد احتمال، ممكن المقصه ربما. اتلعبت الكره الطويله من صاحب الخبره مصطفى كمال، تعلى ضربه راس من رامي عادل مره ثانيه في نص الملعب. محمد حمدي زكي كابتن تيم الاتحاد واللي عامل جيم كويس قوي هذا الموسم مع نادي الاتحاد وللعديد من الاهداف، ل4 اهداف بداهم في بتروجيت. ننساش هدفه الجميل، الهدف الثاني في مرمى النادي الاهلي، سجل في مرمى الاسيوطي، واحد من ابناء وناشئي نادي الاتحاد السكندري اللي بنتمنى لهم كل التوفيق. ركله حره مباشره لمصر المقصه والجانب الايمن. كده تلعب بالقدم اليسرى عشان تعمل الكيرف في اتجاه مرمى علي فرج. مفيش تنظيم دفاعي للمره الثانيه على التوالي. مقصه قريب جدا من مرمى نادي الاتحاد. شوفوا اللعبه، شوفوا الاعاده منها الافاده. ادي العرضيه وادي الراسيه وفايته. ربنا بيحرس مرمى نادي الاتحاد السكندري للمره الثانيه على التوالي. اثنين من القناصين والهدافين سيد حمدي وائل فراج، لو ما اتحركش كويس وتمركز كويس كل من محمد سمير ورامي عادل هيبقى في شغل كبير جدا على دفاع الاتحاد. رقم 19 وائل فراج واحد من هداف المسابقه برصيد 9 اهداف. مهاجمين المميزين والقناصين واللي بيسجلوا من انصاف الفرص لازم يتعمل لهم حساب، لازم يتعمل لهم شغل كويس قوي لما بيستحوذ الفريق المنافس على الكوره. ذكر في الماضي كان حسام حسن نفس الكلام، كل المدافعين بيعملوا حساب، بيسجل من اقل فرصه ممكن تجيله داخل منطقه 6 ياردة تحديدا. ادي علي فرج بيجهز نفسه بيظبط نفسه مره ثانيه، وركله المرمى لنادي الاتحاد. علي فرج، ادي علي فرج حارس الاتحاد اللي عرفناه نجم مع فريق حرس الحدود اصلا من السويس. علي انتقل بعد كده لتليفونات بني سويف، استقر بيه المطاف حاليا في نادي الاتحاد السكندري الموسم الثاني على التوالي، وما شاء الله عليه حمى عرين مرمى نادي الاتحاد السكندري. طبعا صحبة زمايله الموجودين في على دكة البدلاء او الموجودين في تدريبات الفريق الاول لنادي الاتحاد. عمرو بركات فايته الكوره ومخطوفه. محمد حمدي، احمد سامي في نص ملعب مصر المقاصه. وائل فراج قايم في اللعبه اللي فاتت كده وعامل محطه كويسه، انما مقطوعه الكوره. واحمد سامي مره ثانيه بره الملعب الكوره. ادي واقع لاعب من نادي الاتحاد السكندري. ادي اللعبه وادي التدخل. عبد الرحمن فاروق راح له طبعا اخوه عبد الله فاروق، انما الروح الرياضيه بتتجلى في هذا اللقاء بين لاعبي الفريقين. دايما نقرر وفي كل مباراه هنقول وفي كل موقف هنقول ان الرياضه بشكل عام وكره القدم بشكل خاص ليست لاحراز الكؤوس فقط، بل انها تهذيب للنفوس. نتمناه خلاص بقى مصر الحديثه في اولى خطواتها، مصر الجديده في عهد جديد ان شاء الله. اتمنى كل التوفيق ويعم الخير على الجميع، والروح الرياضيه والطيبه وتالف وحب المصريين لبعضهم البعض يكون هو المسيطر خلال الفتره المقبله وتدوم ان شاء الله، والدنيا قدام لله طبعا. ركله حره مباشره للمقاصه واحمد سامي. سيد حمدي اللي نازل نص الملعب يستلم، خلص نفسه من رقابه رامي،
ترجع مرة تانية ليه احمد سامي. عمر النجدي ياخد عمر، يتحرك عمر، يرجع عمق دفاعه عمر لعبد الحميد سامي، يكمل عبد الحميد سامي فاروق مش باص بره الملعب، تطلع وياخد نادي الاتحاد التماس. فتحي مبروك. عامر صبري العادي تشكيلة نادي الاتحاد السكندري، كان غايب لحصوله على 3 انذارات في المباراة السابقة. واحدة أمامية. محمد حمدي زكي مستني محمد، تدخل من باسم بره الملعب، الكرة تماس لزعيم الصغر. ادي حمد مدرب العام لفريق مصر المقاصة حمد ابراهيم زي الايمن المصري السابق، مع مدير فني ايهاب جلال في مواجهة العميد حسام حسن وباقي رفاقه في الجهاز المعاون ابراهيم حسن وطارق سليمان وحسن مصطفى وعماد الممدوح. ونشوف اللعبه مره ثانيه، وادي الهجمه وداخله الكوره داخل منطقه الجزاء، يطلع على طول ويشتت احمد سامي، يكمل رامي عبد الحميد سامي، عبد الله فاروق. واحده اماميه وبينيه، تدخل بقوه من صاحب الخبره رامي عادل، يقطع رامي. فتحي مبروك اللي عايز يكمل. في اللعبه اللي فاتت كده كان محمد سعيد قطه، بيبدا بحسام حسن النهارده المباراه من بدايتها، كان لاعب في اول زور ليه بعد استخدامه النادي الاتحاد قادما من مصر محمد سعيد قطه، كان اولى لقاءاته امام المصري في دور ال 32 بطوله كاس مصر اللي فاز فيها نادي الاتحاد السكندري بركلات الترجيح. شارك بعد كده في مباراه داخليه، ونشوف هذه اللعبه وفاول لنادي الاتحاد. 13 دقيقة مشاهدينا الكرام، مشاهدي نادي السبورت. التعادل السلبي ما زال قائما في لقاء الاتحاد السكندري ومصر المقاصة. حمد ابراهيم المدرب العام، حسام حسن مدير الفني لنادي الاتحاد، تعليمات شرح من خارج المنطقة. وادي اللعبة وادي الكورة في اتجاه عالية جدا عبد الله الرحمن فاروق، انما قرب له كويس عمرو وردة. ادي عمرو ياخد، عمرو يحاول، عمرو يلعب العرضية البينية، ياخد منها نادي الاتحاد، خدش الركنية. نص الملعب مرة تانية، استاذ أسامة المغنيمي اتأخر شوية في التمرير، اتخطفت منه، صلح الموقف. فتحي مبروك ويخطف على طول وائل فراج. هجمة مرتدة، ماشي وائل لسيد حمدي، يقدر يعمل اوفرلاب من هنا، ما عملش، حطها داخل المنطقة. وادي التغطية، وحلوة التغطية، ما فيهاش حاجة، ماشية الكورة، ما فيش أي تعمد لأي شيء. تغطية من أسامة المغنيمي، بيقول لاعب المقاصة ركلة جزاء، إنما كان راكب اللعبة بلغة الكورة محمود البنا ومشي اللعبة. ادي فتحي مبروك، وادي كان دفعة من وائل فراج، طلب نادي الاتحاد الركلة الحرة، قال ما فيش حاجة. نفس الكلام كده في الكرة العرضية اللي اتلعبت بعد كده وطالب فيها لاعبي المقاصة، شاوروا كده وقالوا ركلة جزاء. ادي واحدة أمامية، أحمد السيد، أسامة المغنيمي، والله عمرو وردة يسدد، جسمه مش معدول، تطلع الكرة بعيد عن مرمى الحارس مصطفى كمال. ادي عمرو وردة رقم 11 القادم من النادي الاهلي على سبيل الاعاره، لاعب يعني بيلعب في كل المراكز وبيمارس كل الالعاب زي والده النجم كابتن مدحت وردة، بيلعب باسكت، بيلعب سباحه، بيلعب كرة قدم، كل الالعاب بيمارسها عمرو وردة. محمد حمدي زكي اتخطفت، ياخد على طول عمرو بركات، صفارة ركلة حرة مباشرة، كمل كان في اللعبة اللي فاتت أحمد سامي، اتلعبت بسرعة من أحمد السيد لعبد الله فاروق اللي بيلعب لاعب ارتكاز أو لاعب محوري، توصل لعبد الحميد سامي لظهيره الأيمن أحمد حسام اللي لعب فترة في نادي الاتحاد السكندري. وادي واحدة، وادي عامر صبري، أسامة المغنيمي التونسي، أسامة المغنيمي فايت بمهارة حلوة أسامة لعمرو وردة، يفوت عمرو، يمرر عمرو، عامل جيم كويس عمرو لحد دلوقتي. عبد الله فاروق، عبد الرحمن فاروق يفوت يلعب في عمق دفاع الاتحاد، أكرم عبد ربه سحب هدف الفوز على سموحة. محمد حمدي زكي، حلوة الهجمة اللي فاتت منظمة، انتقلت واحدة واثنين وثلاثة وأربعة، وصلوا على حدود منطقة الجزاء من الجانب الأيمن، إنما ياخد نادي الاتحاد السكندري الركنية، هيجي لها المتخصص من الجهة اليمنى يلعبها بالقدم اليسرى. فتحي مبروك الظهير الأيسر يلعب بشماله من هنا، تعمل الكيرف، تعمل سكرو على مرمى مصطفى كمال، في النهايه عايزينها لاعبي الاتحاد داخل الشباك. نشوف الركله الركنيه للاخضر، نشوف الدقيقه 16 والكره الثابته للاخضر. فتحي مبروك لزعيم الثغره هيلعب العرضيه، ونشوف ماذا تسفر عنه هذه الركنيه. ادي فتحي مبروك جاهز للعب الكره العرضيه بالقدم اليسرى. ادي فتحي واتلعبت العرضيه على اول قائم محمد حمدي زكي، مضغوط عليه، جسمه مش معدول، عايز يلف وسطه، طبعا مسافه ومساحه قليله جدا على التحرك. طلعت الكره بره الملعب عشان ياخد مصطفى كمال على طول الركله، ركله المرمى لفريق نادي
مصر للمقصة. هتتلعب الكرة من هنا ونشوف هتتلعب ازاي، وهتشاط طويلة. ودي تسديدة وحلوة، جول جول المقصة يتقدم على نادي الاتحاد بهدف لعمر بركات في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول. عمرو بركات تسديدة سكنت الشباك، ادي عمرو بركات، ادي الإعادة، ادي التسديدة، ادي الهدف، هدف لمصر للمقصة، 1 مصر للمقصة لا شيء نادي الاتحاد السكندري. الدقيقة 17 وهدف لعمرو بركات. فرحة ما بعدها فرحة. شوفوا بقى سجدة الشكر. انما من وجهة نظري هيحلو اللقاء. هيحلو ليه؟ الاتحاد السكندري على ملعبه، الاتحاد السكندري بقيادة العميد حسام حسن يقابل هدوء ايهاب جلال. هيحاول حسام حسن يتدارك الموقف، كتير من الازمات مرت عليه كلاعب كمدير فني. نشوف اللقاء هيصل عن ايه. المهم ان في النهاية يحلو اللقاء. ها هو العميد يا ترى بيفكر في ايه؟ هيفكر في ايه بعد مرور 17 دقيقة وتقدم مصر للمقصة عليه وعلى فريقه. ابراهيم حسن، طارق سليمان المدرب العام قلق طبعا، انما 1-0 عن طريق عمرو بركات. دقيقة 17 تشهد الهدف الاول في اللقاء وهدف مصر للمقصة. ادي اللعبة وادي التسديدة لولبية ورايحة في المقص اليمين لمرمى علي فرج. 1 مصر المقصة. زعيم الصغر وسيد البلد متأخر. هيتصرف ازاي حسام حسن ولاعبي نادي الاتحاد، جمهورهم الكبير اللي بيتابع امام شاشة نايل سبورت؟ شوفوا حضراتكم، شوفوا القلق، شوفوا حسام. طبعا حمد ابراهيم المدرب العام مفيش قلق بالنسبه له، القلق ان يتدارك فريق نادي الاتحاد السكندري موقفه بسرعه. احمد السيد، باسم عبد العزيز، باسم يعلي، عبد الرحمن فاروق يرد بضربة رأس مرة تانية. سيد حمدي تدخل بقوة في كارت أصفر، في إنذار. محمود البنا كارت أصفر وإنذار لعبد الرحمن فاروق. ادي إنذار عبد الرحمن فاروق وهدف في اللقاء لعمرو بركات. 1-0 النتيجة لمصر للمقصة. بأيدي الإنذار حكم اللقاء. ودي اللعبة ودي القوة في التدخل. وادي المقصورة الرئيسية لاستاد اسكندرية. زمايلنا الإعلاميين موجودين، زمايلنا الإعلاميين في المقصورة الرئيسية، ومجموعة من أعضاء نادي الاتحاد المسموح به لهم بدخول المباراة. ورمية تماس لمصر للمقصة. أحمد حسام على التنفيذ. ادي احمد حسام اتلعبت. حسام عمر النجدي مخطوفه صفاره، فاول على نادي الاتحاد. مفيش شك الهدف هيرفع من معنويات لاعبي المقصه، هل يقلل من معنويات لاعبي نادي الاتحاد؟ انما بان في الاداء في اللعبه اللي فاتت اللي كان مشارك فيها رامي اسامه البغنيمي. ركله حره مباشره، صاحب الهدف على التنفيذ عمرو بركات. بشماله عمرو بركات هيلفها في اتجاه مرمى علي فرج. ادي عمرو بركات واتحطت عاليه. لا 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 لا، موفق هذا اللاعب، لافف الكوره حاططها داخل المنطقه، مش قاصد ان هو يلعبها في المرمى، انما راحت وخلمته وسببت خطوره على مرمى علي فرج. ادي اللعبه، ادي الاعاده في العارضه المره الثالثه. كان ممكن يسجل فريق مصر المقصه، انما علي فرج على طول يلعب الركله الحره المباشره. ادي محمد حمدي زكي ياخد من عبد الرحمن فاروق. اكرم عبد ربه، عبد الرحمن، محمد حمدي زكي، تدخل من باسم عبد العزيز، عامر صبري، عامر، وائل فراج. قمه الخطوره على نادي الاتحاد في الثنائي سيد حمدي ووائل فراج. ادي سيد حمدي عايز يفوت سيد حمدي، ادي سيد فايد سيد، ظهور في طنطا، انتقال للنادي الاهلي، ما شاء الله عليه سيد حمدي، يعني لعيب مميز ومثل مصر دوليا وشارك في حصولنا على بطوله الامم الافريقيه. انما قربين المطاف حاليا في مصر المقاصه. ودي عمر النجدي، ماشي عمر، اتحطت من عمر لعبد الله فاروق. ودي التسديده بعيده المدى انما مش حلوه وبعيده من مرمى علي فرج. عمر النجدي صاحب التسديده اللي فاتت اللي راجع مع حضراتكم رقم 14.
طويله كره عالي ترجع في اتجاه عبد الحميد سامي قلب دفاع مصر المقاصه. عمرو ورده ياخد مجموعه من اللاعبين قليل الخبره وصغير السن بيضمهم تشكيل نادي الاتحاد السكندري، انما حققوا نتائج طيبه قبل كده، خلاص بقى يكتسبوا الخبره من المباراه الاخرى. وادي اللعبه وادي المغربي عمر النجدي توصل في اتجاه فتحي مبروك، قريب منه اسامه البوغنيمي، قريب منه عمرو ورده، ياخد لاعبي مصر المقاصه اللي بيعتمدوا على الضغط في نص ملعبهم واستخلاص الكره في اقل وقت ممكن. قطع بدايه اساسيه النهارده لمحمد سعيد قطه اللي بياخد الركله الحره المباشره في اللعبه اللي فاتت من احمد حسام. الاتحاد السكندري اخر مبارياته هزم من النادي المصري 0-1. مصر المقاصه كان فاز على دجله 2-0. ونشوف عمرو ورده والركله الحره المباشره. عمرو ورده على تنفيذ اتلعبت داخل منطقه الجزاء. احمد السيد طويل القامه يخلص. فتحي مبروك وحلوه التسديده يا ولد يا ولد يا ولد. فتحي مبروك يطلق العنان للقدم اليسرى، انما سنتيمترات فوق عرضة صاحب الخبره مصطفى كمال. موجود على دكه البدلاء كحارس بديل مع فريق مصر للمقاصه الحارس عبد الواحد السيد من حراس مرمى طبعا المعروفين والمميزين. ادي مصطفى كمال نادي الاتحاد السكندري. بريم فرج حارس مرمى مميز ايضا وصاحب خبره على دكه البدلاء. وادي اللعبه وادي عمرو ورده يمرر عمرو، مخطوفه من عمرو والفراج لصاحب الهدف عمرو بركات. عمرو يخلص، عمرو بركات يستلم يمرر. اسامه البوغنيمي تحضير بطيء من لاعبي الاتحاد. وادي واحده اماميه يخش عمرو ورده منطقه الجزاء، انما التغطيه من باسم عبد العزيز يلف وسطه يحط الكره بره الملعب عشان ياخد عبد الرحمن فاروق رميه التماس لنادي الاتحاد. 24 دقيقه مشاهدينا الكرام مشاهدي نادي سبورت. التقدم لمصر المقاصه من الدقيقه 17 بهدف عمرو بركات، وما زال المقاصه متقدم على سيد البلد بهدف مقابل لا شيء. تماس طويله حلوه احلى من العرضيه، يسقط اكرم مره ثانيه. اسامه البغنيمي داخل منطقه الجزاء على صدره على راسه، راحت الكره على طول اتقطعت. وادي النجدي وادي كره المرتده وادي واحده اماميه. دور الليبرو علي فرج قايد طالع قاطع واخد ممرر. برافو عليك. محمد سمير صاحب هدفين نادي الاتحاد السكندري، ركله جزاء في دمنهور وبضربه راس بتروجيت اماميه ما يسيطرش عليها محمد حمدي زكي، وياخد باسم عبد العزيز التماس لمصر للمقاصه. ادي التماس مره ثانيه عبد الرحمن فاروق. محمد حمدي زكي ادي محمد حمدي يقدر يفوت يقدر يمر، ما يقدرش عبد الرحمن فاروق يخلصها، انما يعلي باسم عبد العزيز ويعدلها. تدخل من عبد الرحمن فاروق تطلع الكوره بره الملعب. هدافين مصر المقاصه والفراج 9 اهداف، سيد حمدي 7، احمد الشيخ الغائب للاصابه ايضا 6 اهداف. غايب عن نادي الاتحاد السكندري واحد من اللاعبين المميزين بيعتمد عليهم الجهاز الفني محمد فاروق بنزيما، بعد ما سجل بضربه راس في مرمى الداخليه في الجوله 17. سجل الهدف فاز بيه نادي الاتحاد السكندري لما خرج مصاب عقب تسجيله للهدف مباشره. ان شاء الله يعود بالسلامه محمد فاروق بنزيما. احمد سامي عاليه الكره في طريق علي فرج، ياخد علي فرج طلع بره منطقه جزائه، يلعب الكره الطويله علي اماميه. اكرم يسند، اسامه البوغنيمي يوزع انما عاليه. عمرو ورده ياخد، عمرو يحاول، عمرو يقع عمرو ورده وياخد الركله الحره المباشره. يمرر عمرو بسرعه، اسامه البوغنيمي، عبد الرحمن فاروق، محمد حمدي زكي بره الملعب. تماس لمصر للمقاصه. بدات مباريات هذه الجوله، الجوله رقم 19 بالامس، وفاز النادي المصري على الرجاء ب3 اهداف مقابل هدفين. ارتفع رصيد النادي المصري ل 27 نقطه بفوزه بالامس عشان يصل للمركز الثامن. شوف ما تسفر عنه باقي مباريات هذه الجوله، هيتعدل الجدول مفيش كلام.
اسامه البغنيمي حلو الفنت انما مقطوع الكره، وياخد مره ثانيه احمد سامي، هات وخد مع وائل فراج. احمد سامي الخطوره ارضيه من تدخل كويس، رامي عادل في اللعبه اللي فاتت كويس تحركه، انتقل كويس لمكان يقطع فيه كوره قبل ما توصل في اتجاه سيد حمدي. فتحي مبروك والهجمه المرتده للاخضر، ادي المحاوره وادي المراوغه وادي ورده، يوزع ورده حلوه برؤيه حلوه انما اطول قويه شويه كده تتقطع في السكه، وياخد فريق مصر المقاصه واحمد سامي. احمد حسام، عبد الحميد سامي، احمد حسام مره ثانيه اماميا، النجدي يحاور، تدخل بقوه من فتحي مبروك، رايه مرفوعه، محمد عبد القادر مساعد حكم الثاني الدولي استجاب له بصفاره دمحمود البنا. مصر المقاصه والركله الحره المباشره، و27 دقيقه مشاهدينا الكرام مشاهدي نايل سبورت، تقدم ما زال قائما لمصر المقاصه من الدقيقه 17. علي فرج، مين يحسن وضع نادي الاتحاد السكندري خلال الوقت المتبقي، مين يعدل ويأمن تقدم مصر المقاصة خلال الوقت القادم. محمد حمدي زكي، تدخل بقوة مع عمرو بركات، مرتفع معنويات عمرو طبعا مفيش كلام، هو صاحب الهدف، هو العريس حتى الآن خلال 27 دقيقة مضت من عمر الشوط الأول في لقاء يجمع الاتحاد السكندري بمصر المقاصة في إطار الجولة قبل الأخيرة للدور الأول الموسم الرياضي الكروي 2014-2015 لدوري الكبار، دوري البهوات البشوات، دوري المليونيرات. علي الكورة، رامي عادل وقلشة، علي فرج طالع، علي يمسك قبل وائل فرج، علي فرج أمامية، قلشة من باسم، تدخل من اكرم عبد ربه، يسند احمد السيد بخبره، يشتت على طول الظهير الايسر باسم عبد العزيز وتطلع كوره بره الملعب. عبد الرحمن فاروق، ادي عبد الرحمن كورته في اتجاه البغنيمي، في اقصى اليسار في اتجاه عمرو ورده، عايز يخش منطقه الجزاء، دخل عمرو بمهاره كده مش عايز يرفع رجله عشان ما يحتسبش عليه الفاول. الموسم الماضي ما تقابلوش الفريقين، كان كل فريق في مجموعه، مصر المقاصه كان في المجموعه الثانيه، الاتحاد السكندري كان في المجموعه الاولى، لما الموسم قبل الماضي لعبوا مباريتين، فاز مصر المقاصه على ملعبه وتعادلوا 0-0 في اسكندريه، محمد المرسي للاتحاد، رامي عادل وتوبونج هداف الاتحاد الاسبق لمصر المقاصه. فاول على الاخضر صاحب الرداء الابيض النهارده، انما شكلهم مش ولا بد فريق نادي الاتحاد السكندري خلال 26 او 27 دقيقه اللي مضت كان اصرار شويه من لاعبي مصر للمقاصه. واقع لاعب المقاصه على الارض، ان شاء الله يقوم سليم ويكمل مع فريقه. بدلاء مصر المقاصه عبد الواحد السيد، ابو بكر عبد اللطيف، محمد ابو المجد، سعيد مراد، احمد زغلول، حسين رجب وهشام محمد. في الوقت اللي بدلاء نادي الاتحاد فيه بريم فرج، رمزي خالد، محمد سيد بازوكا، هاني سعيد، اسامه عزب، باسم عيد، اسلام محمد. وليد 95 اسلام وقادم من وادي دجله. ادي اعضاء نادي الاتحاد السكندري، بعض الجماهير على الشكل موجود، وادي زمايلنا الاعلاميين وليد السنوسي ومجموعه اخرى، احمد بلبل العسقلاني، كلهم موجودين، محمد جابر طلحه مدير العلاقات العامه في نادي الاتحاد، وبعض اعضاء مجلس الاداره في وجود محافظ الاسكندريه اللواء طارق المهدي. ادي عمرو ورده، بعض اللقطات من اللقاء، عبد الرحمن فاروق، ويقوم لاعب المقاصه ان شاء الله ويكمل مع فريقه، لما لابد يخرج بره الملعب طبعا اطمئنان عليه والعلاج. رقم 14 عمر النجدي، خرج بره الملعب. ودي حمد المتحفز في المنطقه الفنيه، ودي صاحب الهدف عمرو بركات، تدخل من عامر صبري مع وائل فراج. عبد الرحمن فاروق والتماس للاخضر، صحيح النهارده بيلعبوا بالتيشيرت الابيض، انما معروف نادي الاتحاد بزيه الاساسي وهو الزي الاخضر. صفاره وفاول على فريق مصر المقاصه، وياخد نادي الاتحاد. عبد الرحمن فاروق على التنفيذ، اتلعبت اماميه،
محمد سعيد قطة ياخد قطة، يلعب العرضية قطة ناحية فتحي مبروك. مرة تانية يحاول الاتحاد السكندري، انما تكتل دفاعي منظم وياخد على طول مصطفى كمال. مصطفى كمال على التنفيذ. مصطفى الكرة في ايده وبرجله، يلعب يقطع عامر صبري، عمرو بركات يعلي، وائل فراج يتحرك. وائل بيتحرك كويس قوي، تحركات عرضيه عامله مشكله لنادي الاتحاد السكندري. وائل فراج وسيد حمدي. عبد الرحمن فاروق وتنفيذ التماس للاخضر. وتجاوزنا نص ساعه من عمر الشوط الاول، وصلنا للدقيقه 32. قله الخبره لاكرم عبد ربه فرقه مع نادي الاتحاد السكندري، تأثيره مش بالإيجابية المتوقعة. مصطفى كمال طويلة، كرة مصطفى توصل من الحارس للحارس، وادي علي فرج اللي هيبدأ يلعب الكرة الطويلة. عادته بقى بيحطها على الأرض كده. ادي علي طويلة، كرة علي فرج. أحمد السيد عالي جدا ما شاء الله في اللعبة اللي فاتت. عمرو بركات صاحب المعنويات المرتفعه وصاحب هدف اللقاء الوحيد وهدف تقدم مصر المقاصه، يرتكب المخالفه مع اكرم عبد ربه. وادي الركله الحره المباشره. وصلنا للدقيقه 33 من عمر الشوط الاول، اتحاد خسران من مصر المقاصه بهدف واحد حتى الان. ركله مرمى لفريق مصر للمقاصه، التنفيذ للحارس مصطفى كمال اللي هيبدأ يلعب بقى الكرة الطويلة من هنا. مفيش شك كل ثانية بتمر، كل لحظة بتمر في صالح فريق مصر المقاصة المتقدم على نادي الاتحاد السكندري على ملعب استاد اسكندرية في عقر دار نادي الاتحاد. محمد حمدي زكي ياخد لنفسه طويلة قوية، معاه باسم عبد العزيز، قاطع عليه كده الطريق او قاطع عليه سكه الوصول للكره عشان يعمل منها العرضيه. راجع محمد حمدي زكي. ادي مصطفى كمال عاليه الكره، اسامه البغنيمي واحده اماميه في اتجاه محمد حمدي، قافل كويس باسم عبد العزيز، انما الضغط من محمد حمدي. مهاجم هنا في هذه الوضعيه بيخلي الباك ما يلفش ويخلي وجهه لمرماه عشان يخليه يرتكب المخالفه. وادي الضغط، وادي محمد حمدي زكي وياخد من اللعبه الركنيه. كل المدافع وجهه لمرماه بتبقى عنده مشكله ازاي يتصرف في الكره، ازاي يتخلص منها، قد يرتكب الخطا مقابل الضغط عليه. ده اللي اتعمل في اللعبه اللي فاتت من محمد حمدي زكي، وكان قرب له اسامه البغنيمي في اللعبه اللي فاتت، انما النهايه ركنيه لنادي الاتحاد. ركنيه للاخضر. قطه يلعبها في حلق المرمى، حلوه، انما شوف مين اللي شايل بضربه راس. لاعب الوسط عمرو بركات كان مكمل، رامي عادل مكمل، اكرم عبد ربه، انما متمركزين كويس لاعبي مصر للمقصه. ادي اللعبه، ادي الاعاده حلوه في حلق المرمى، انما برافو عمرو بركات. يحاول نادي الاتحاد مره ثانيه، انما التمركز عالي المستوى من لاعبي مصر المقصه. سيد حمدي ياخد ويمرر، توصل الكره الطويله لوائل فراج، ثلاثي الهجوم الثلاثي المرعب. عمرو بركات على شماله وائل فراج، على يمينه سيد حمدي، يلعب العرضيه تخبط في رامي عادل وتوصل لعامر صبري. وادي الهجمه المرتده لنادي الاتحاد السكندري، انما فيها بطء شويه. عامر صبري كره اماميه لوحده، محمد حمدي زكي يحمل صاحب الخبره احمد السيد، عايز يخش بيه جوه المنطقه، عايز يخش بيه. ادي اكرم عبد ربه هو اللي رايح، قرب له محمد سعيد قطه، اكرم واحمد السيد. شوفوا فرق العمر بين الاثنين، فرق السن بين الاثنين، فرق الخبره بين الاثنين. ياخد احمد السيد على طول ركله مرمى للمقصه. فكر في ايه يا حسام يا حسن؟ فكر في ايه يا ايهاب يا جلال؟ عايز ينهي طبعا الجهاز الفني لمصر المقاصه الشوط الاول بهذه النتيجه. نادي الاتحاد عايز يتدارك الموقف قبل انتهاء هذا الشوط، وده وضع طبيعي لكل مدير فني. اكرم عبد ربه، عبد الرحمن فاروق لعامر صبري، يلف عامر، يمرر عامر، اسامه البغنيمي يحاور، يمرر في الجهه اليسرى، فتحي مبروك على شماله عمرو ورده، في العمق اتحطت لعامر، مره ثانيه عامر اتاخر، اتقطعت الكره عمر النجدي والهجمه المرتده. وائل فراج مفيش تسلل لو وصلت له.
ادي وائل رايح داخل منطقه الجزاء، وائل يحاور، وائل تدخل على طول وركله حره، ركله ركنيه لفريق مصر للمقصه. عبد الرحمن فاروق كان تدخل، عايز كده وائل فراج كان لوحده في مساحه كبيره جدا مفيش حد قريب منه، تدخل عبد الرحمن فاروق وحط الكره بره الملعب عشان ياخد مصر المقصه الركنيه. نتيجه واضحه على وجه علي فرج والعكس تماما على وجه سيد حمدي، وركله ركنيه لفريق مصر للمقصه. مدراء نادي الاتحاد السكندري بيجروا عمليات الاحماء خلف مرمى علي فرج، شايفينهم حضراتكم في الكادر معانا. و 37 دقيقة والتقدم لمصر المقصة ما زال قائما. عرضية داخل منطقة الجزاء، ضربة الرأس ويقع علي فرج، يبدو ان في إصابة لعلي فرج، بيتألم علي فرج. في اللعبة اللي فاتت مفيش أي اشتراك مفيش أي حاجة، إنما هو في الهوا كده. ادي اللعبة، ادي الإعادة لمحته وهو طالع، شوفوا ضربة الرأس، شوفوا علي اتألم ازاي، يقع علي فرج ان شاء الله سليم معاف بإذن الله. علي فرج حارس مرمى نادي الاتحاد لازم هيستعد للإجراء عملية تسخين الإحماء أو الورمنج أب. ابراهيم فرج ربما يكون بديل وتبديل اضطراري لنادي الاتحاد على حساب المصاب علي فرج. ادي اللعبة، ادي الإعادة، ادي الإصابة. مدير الاتحاد مرة ثانية، ابراهيم فرج، رمزي خالد، محمد بازوكا، هاني سعيد، أسامة عزب، باسم عيد، اسلام محمد. الجهاز الفني لنادي الاتحاد السكندري، ابراهيم حسن مدير كورة، حسام حسن مدير فني، طارق سليمان، حسن مصطفى اثنين مدربين، عماد المظلوم مدرب حراس. الجهاز الاداري محمد فتحي مدير اداري، وليد بدر اداري، سمير محجوب اداري، دكتور محمد علان طبيب، محمد عبد الفتاح اخصائي تاهيل، سعيد البطل ومحمد الحن اثنين مدلكين. ادي اللعبه وادي الاعاده. الجهاز الفني المصري المقصه، كابتن وليد وهويدي مدير كوره، هاب جلال مدير فني، حمد ابراهيم مدرب عام، جمال عمر مدرب، رجب عويس مدرب حراس مرمى، محمد عوض مدير اداري، خالد شيطه اداري، دكتور هشام مصطفى طبيب، كابتن محمد علي تاهيل. ادي مدير العلاقات العامه في نادي الاتحاد السكندري كابتن محمد جابر، جنبه عضو مجلس الاداره ريم شعبان وباقي اعضاء المجلس، كلهم موجودين في المقصوره الرئيسيه لاستاد اسكندريه. طبعا اتحادويه والنتيجه واضحه على وجوه كل منهم، وده وضع طبيعي طبعا في مثل هذه المواقف. محمد علي تأهيل، محمود حسين تأهيل، محمد فتوح أخصائي تدليك. ده الجهاز الفني والإداري والطبي لفريق مصر للمقصة. عموما المباراة متوقفة لعلاج الحارس علي فرج. كل مدير فني استغل هذا التوقف وقام عشان يلقي بتعليماته ويعيد تنظيم صفوفه مرة تانية خلال الوقت المتبقي من الشوط الأول. أكيد في وقت ضايع هيضيفوا حكم اللقاء محمود البنا. وادي علي فرج مع الدكتور محمد علان بيجري الاسعافات الاوليه. هل هيكمل علي فرج؟ انا ما اعتقدش حتى لو كمل هذا الشوط. حاجه في انكل القدم كده هتعوقه عن الارتقاء في الكرات العرضيه في الكرات العاليه. يعني احنا هذا كلام بنقوله بشكل نظري، انما الشكل العملي هو اللي يحدده الحارس علي فرج. ادي قايم علي الرقاط كده بدماغه بيقول مش قادر، لازم القرار يبقى اسرع من كده عشان يقدر يستعيد فريقه نفسه مرة تانية. وادي الهدف، وادي التسديدة من عمرو بركات تسكن شباك الاتحاد. خد بصدره بشماله على طول هفولي كده، رايحة الكرة في المقص اليمين لمرمى علي فرج. لسه بيتألم علي. جدول المسابقة الزمالك بيعتلي قمته برصيد 41 نقطة، انبي في المركز الثاني 38 نقطة، الاهلي وصل للمركز الثالث برصيد 33 نقطة. بعد ما فاز مصر المقصة على دجلة أخروا على طول عشان يتقدم النادي الأهلي. دجلة الرابع 32 نقطة. الأربعة اللي في المقدمة خماسي المؤخرة، الرجاء اللي خسر من المصري بالأمس 2-3 في المركز 16، جونة في المركز 17، النصر في المركز 18، دمنهور في المركز 19، والأسيوطي في المركز 20. ما بين المركز 16 والمركز الرابع ادي محافظ اسكندريه لواء طارق المهدي، جنبه عز حسين عضو مجلس اداره نادي الاتحاد السكندري ونائب رئيس النادي. بقول لحضراتكم ما بين خماسي المؤخره ورباع المقدمه هي الفرق الموجوده في الامان: مقصه، طلائع الجيش، اسماعيلي، المصري، بتروجيت، الشرطه، الاتحاد، المقاولون، الحرس الداخليه، معهم سموحه، واقل الفرق نقاطا 18 نقطه. اعتقد هيخرج علي فرج. بنذيع من اعلى مكان في مقصوره استاد اسكندريه، شايفه بيتألم، وجهه نظري بتقول ان علي فرج مش هيكمل اللقاء، انما اصابه عاديه في انكل القدم ان شاء الله يقدر يعالج منها سريعا ويعود لحمايه عرين نادي الاتحاد.
ادي اللعبه وادي العرضيه، يتألم علي، سقوط على الارض، ان شاء الله سليم يا ابو حسن. بالفعل ابراهيم فرج تبديل اول اضطراري في صفوف نادي الاتحاد السكندري بخروج علي فرج واشتراك ابراهيم فرج. رقم 1 ابراهيم فرج، رقم 16 خرج علي فرج، وهيلعب ابراهيم فرج. يعني تشابه في الاسماء كده، علي فرج وابراهيم فرج. ابراهيم فرج بدايته خارج زعلان، يتألم علي فرج، نطلب له طبعا الشفاء العاجل، وان شاء الله يعود سريعا لحراسه مرمى نادي الاتحاد. ابراهيم فرج بدايته في النادي الاولمبي، انتقل نادي الاسماعيلي، اعير للرباط والانوار، انما لعب في غزل المحله، حاليا طبعا مسقط راسه اسكندريه وموجود في نادي الاتحاد. اسامه المغنيمي تبديل اضطراري بخروج علي فرج واشتراك ابراهيم فرج. هذه اللعبه عاطي لمسه يد، ربما حكم اللقاء الدولي محمود البنا، انما لسه النتيجه تقدم للمقصه بهدف على الاتحاد السكندري، هدف الدقيقه 17 بالقدم اليسرى للاعب الوسط عمرو بركات. ركله حره مباشره لنادي الاتحاد، مسافه بعيده يقدر رامي عادل يعملها من هنا. كان في لقاء المقاولون انتهى بالتعادل 1-1 في القاهره، قام بنفس الشغلانه كده وقام بنفس التسديده، ونشوف المره دي. لكن رامي سدد، رامي لما تروح فين الكوره يا رامي؟ خبطت في لاعب المقصه، قوه طبعا وقويه اللعبه، سقوط على الارض، يقوم ان شاء الله، يقوم سيد حمدي. كان واقف في الحائط البشري، دايما المديرين الفنيين والمدربين بيستخدموا طوال القامه في الحائط البشري. وادي اللعبه، وادي سيد حمدي رقم 18، والله وائل فراج هو اللي وقع على الارض رقم 19، الكره جت فيه، يقوم ان شاء الله سليم وبسيطه باذن الله، يكمل مع فريق مصر للمقصه. انما المحصله حتى الان تقدم المقصه على نادي الاتحاد السكندري بهدف مقابل لا شيء في المباراه رقم 6 اللي بتجمع الفريقين عقب ظهور المقصه لدوري الكبار موسم 2010-2011. الاتحاد السكندري صاحب الملعب وصاحب اللقاء، خسران من مصر المقصه. وادي محمد سمير يبدا للاتحاد ويلعب الكره الطويله في اتجاه اكرم عبد ربه، ما ياخدش اكرم، توصل عند عبد الرحمن فاروق. طويله التماس، قليلين جدا مهاجمي نادي الاتحاد، ما لهمش تاثير ايجابي على دفاع مصر المقصه اللي فيه اكتر من عنصر من عناصر الخبره، خاصه عبد الحميد سامي واحمد السيد واحمد حسام، منهم طبعا اكرم عبد ربه صغير السن، محمد حمدي زكي يمكن الوحيد اللي عنده بعض الخبره شويه، وعمرو ورده. هنبدا بقى نلعب في الوقت المحتسب بدل ضايع، ونشوف الركله الحره المباشره. التنفيذ لفتحي مبروك، لعبت حلوه، يشتت على طول لعيب المصري المقاصه، انما عمرو ورده عايز ياخد لوحده، ضغط عليه، وادي الهجمه المرتده 4-على-4. سيد حمدي في مركز جناح الايمن، عايز يفوت سيد، طويله كره سيد تطلع بره الملعب يا سيد وياخد الاتحاد التماس. كان راجع معاه اسامه المغنيمي، اسامه يسلم لرامي عادل، كره الطويله والعكسيه في اتجاه محمد حمدي زكي، حرك له كويس محمد سعيد قطه القادم من الجهه اليسرى للجهه اليمنى. عبد الرحمن فاروق، ادي عبد الرحمن، محمد سمير، عامر صبري، رامي عادل، توزيع في اتجاه فتحي مبروك، عايز ينطلق فتحي، نزل له على طول، ضغط عليه سيد حمدي، توصل لعمرو ورده، عمرو ورده يلعب البينيه، انما ما فيهاش تركيز ولا دقه اللعبه اللي فاتت، تتقطع وياخد احمد سامي ويسلم لاحمد حسام، يمرر احمد حسام، عدت الكره يا سيد بره الملعب عشان ياخد الاتحاد التماس. تماس نادي الاتحاد اتلعبت في اتجاه محمد سعيد قطه، ادي قطه للامام للمغنيمي، مسافه بعيده، تسديده يعني شكلها معقول، انما
ياردتين فوق عرضة الحارس مصطفى كمال. بنلعب في الوقت المحتسب بدل الضايع. التقدم ما زال قائما لمصر المقاصة بهدف المقابل لا شيء من نصيب عمرو بركات، هدف اللقاء الوحيد. وادي وائل فراج ياخد تاكلينج من اكرم، يلحق عبد الرحمن فاروق، اماميه توصل لعامر صبري. الاتحاد السكندري بيحاول تدارك الموقف والامر قبل انتهاء الشوط. قصه بيدافع، هذا هدف تقدمه حتى الان. وادي عمرو بركات اماميه لوائل فراج، اخر نفسه كويس. رامي عادل لما يلعبها وحش. سيد حمدي، عمرو بركات واخد عمرو مع رامي عادل بقوه، يخلص رامي بالقدم اليمنى وتعلى الكره في اتجاه اكرم عبد ربه. موقف يبقى صعب، المهاجم الكره عاليه، ظهره للمنافس، عايز يوقف وعايز يمرر وعايز يعمل حاجات كتير جدا، انما المدافع ما عندوش حاجه غير انه يخلص نفسه من الكره، يشتتها يوديها في اي حته. رامي عادل اماميه لعمرو ورده، اخر نفسه كويس وبضربه راس عبد الحميد سامي عشان توصل الكره عند الظهير الايسر باسم عبد العزيز. فاول بخبره ياخده احمد سامي بخبره كده من عبد الرحمن فاروق. ادي اللعبه، ادي الاعاده، سقوط على الارض، صفاره، ركله حره مباشره. باسم عبد العزيز والركله الحره لفريق المقصه. اماميه سايبها محمد سمير عشان ياخد ابراهيم فرج ركله المرمى. تبديل اضطراري كان لنادي الاتحاد السكندري بخروج الحارس علي فرج مصاب واشتراك ابراهيم فرج. ابراهيم فرج طويله وعامر صبري مقطوعه من احمد سامي، ترتد مره ثانيه في دفع بالايد اللي ماشيه الكوره من عبد الحميد سامي، توصل لعمرو بركات، ضغط من عامر صبري. سيد حمدي رجع للخلف، اتحرك كده للامام، عايز ياخد كوره باسم عبد العزيز، في رايه مرفوعه من احمد حسام طه. خلاص رفع رايته، اتكلم احمد السيد مع المساعد، رفع رايته الراجل، استجاب له بصفاره محمود البنا وركله حره مباشره. ولسه على الارض رقم 3 باسم عبد العزيز. الاتحاد السكندري 25 نقطة، آخر 3 نقاط كان فوز على الداخلية برأس محمد فاروق بنزيما، خسر بعديها من النادي المصري، النهارده بيقابل مصر للمقصة. إنما كان 3 مباريات فوز قبل كده لنادي الاتحاد السكندري على طلائع الجيش والأهلي وسموحة بنتائج طيبة وأداء راقي، إنما تجمد رصيده حتى الآن عند النقطة 25. عبد الله فاروق واحده طويله، ابراهيم فرج ياخد، يبدا عن طريق المغنيمي، محمد سعيد قطه، قطه يحاول، اتخطفت من قطه، ياخد احمد سامي، تماس للمقصه. الشراط السوداء طبعا على ازرع لاعبي نادي الاتحاد ولاعبي مصر المقاصه، شهداء نفسينا يوم الرحمه والمغفره. وادي الكره وادي احمد حسام، اتحرك كويس قوي، عجبني بصراحه اداء سيد حمدي، تحركاته العرضيه امام المدافعين عامل خلل وفاتح ثغرات بيتحرك فيها عمرو بركات ووائل فراج. احمد حسام والتماس لمصر المقاصه. بنقترب من نهايه الشوط الاول، خلاص الوقت الضائع قارب على الانتهاء. وادي الهجمه من الجهه اليمنى قريبه من الرايه الركنيه وركله مرمى لنادي الاتحاد. الشوط الثاني غالبا بيبقى شوط المدربين والمديرين الفنيين، كل واحد فيهم شاف مواطن القوه والضعف في فريقه وفي الفريق المنافس، ازاي يقدر يوظف لعيبته في الشوط الثاني بشكل وبخطه تتناسب مع هدف بيكون موضوع مسبقا. الفوز طبعا هو امنيه كل مدير فني. اسامه المغنيمي، عمرو ورده، اتحرك كويس عمرو والله، ادي عمرو واخد عمرو، ماشي عمرو يلعب كده بوجه القدم حلوه لعامر صبري، باص من اسامه المغنيمي ترجع له مره ثانيه. ادي المغنيمي، اسامه المغنيمي بعرض الملعب حلوه لعبد الرحمن فاروق، المحاوله الاحلى لعمرو بركات، نقل من عمرو، ركله حره مباشره لنادي الاتحاد. ادي اللعبه، ادي الاعاده، فاول لنادي الاتحاد.
عبد الرحمن فاروق على التنفيذ والركله الحره المباشره لنادي الاتحاد، يقدر يعملها قبل نهايه هذا الشوط. لاعبي الاتحاد اتلعبت وحشه، وادي عبد الرحمن يحطها داخل منطقه الجزاء، يشتت لاعبي مصر المقصه، وترجع مره ثانيه محمد سمير ببطل القدم يعلي. محمد سعيد قطه قصير ما ياخدش، ياخد عمرو بركات ضربه راس. وائل فراج، سيد حمدي، ادي سيد حمدي، يتحرك سيد، يضغط عليه، خلص رامي عادل، فات من واحد ما فاتش من الثاني، اتقطعت، ياخد عمرو بركات. ادي عمرو، شوفوا العكسيه، عايز يوصل عمر النجدي انما اتضغط عليه وتخلص من رامي عادل. فتحي مبروك، ادي ياخد على طول فريق مصر المقصه النجدي، يحطها داخل منطقه الجزاء وعايز يعمل الباكورد، انما مقرب منه المسافه من سيد حمدي عبد الرحمن فاروق، عشان كده ما خدش المساحه اللي يقدر ياخد خطوه للخلف ويعمل باكورد. محمد حمدي زكي طويله كورته، اكرم عبد ربه معاه احمد السيد، قليل الخبره لسه صغير الراجل. اسامه المغنيمي، محمد حمدي زكي للخلف عند عبد الرحمن فاروق. محمد حمدي ياخد لنفسه، يفوت محمد حمدي، يقدر يفوت من واحد ما يقدرش من الثاني، تطول الكرة، انما مستواهم مش نفس المستوى اللي قدموا بيه مبارياتهم السابقة لاعبي نادي الاتحاد. مصطفى كمال على مهله، بدأ حكم اللقاء محمود البنا يبص في ساعته، فهذه اللحظة صفيرة نهاية الشوط الأول من قبل الدولي محمود البنا، وإعلان تقدم مصر المقاصة على الاتحاد السكندري بهدف المقابل لا شيء، هدف من نصيب عمرو بركات حتى ألقاكم وأحداث الشوط الثاني. لكم تحياتي ولكم أمنياتي سيد الثعلبي. المباراة برعاية شيبسي زود 10% بطاطس أكتر لفترة محدودة في الكيس أبو 3 جنيه. كلنا بنمر بيها لما الكيس بيخلص فجأة. أيوه، حزن، وحدة. لا يا جماعة مش مستاهلة. عامة شيبسي زود 10% بطاطس أكتر لفترة محدودة في الكيس أبو 3 جنيه. حاجة بسيطة كده من شيبسي. ابسط بقى يا عم، ها؟ الفليمنج هوت يعمل فيك كده؟ ربنا يستر عليك من المكسيكي. هذه المباراة برعاية بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، مشاهدينا السبورت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة تانية لكم تحياتي سيد الثعلبي، ومع نسعد ان شاء الله باحداث الشوط الثاني من لقاء الاتحاد السكندري ومصر المقاصة. في المباراة اللي انتهى الشوط الاول بتقدم مصر المقاصة بهدف المقابل لا شيء، هدف كان من نصيب عمرو بركات في الدقيقة 17 من الشوط الاول. الاتحاد السكندري على اليمين بزاوية الابيض، الشوط الاخضر علي فرج في حراسة، ابراهيم فرج في حراسة المرمى، عبد الرحمن فاروق، محمد سمير، رامي عادل، فتحي مبروك، محمد حمدي زكي، وعمرو ورده، اسامه المغنيمي، عامر صبري، محمد سعيد قطه، واكرم عبد ربه. مصر المقاصه بالزي العنابي او النبيتي على الشمال، مصطفى كمال، حراسه المرمى احمد حسام، احمد سيد، عبد الحميد سامي، باسم عبد العزيز، عمرو بركات صاحب الهدف، واحمد سامي، عبد الله فاروق، عمرو النجدي، واثنين سترايكرز سيد حمدي وائل فراج. طاقم تحكيم دولي لهذا اللقاء بقياده محمود البنا حكم ساحه، احمد حسام طه مساعد حكم اول، محمد عبد القادر مساعد حكم ثاني، والحكم الرابع عبد الله عكاشه. اظبطوا ساعات حضراتكم معانا ونتابع معانا احداث الشوط الثاني ان شاء الله، نتمناه ممتع لحضراتكم، ويخرج كل اللاعبين الموجودين في ارض الملعب من الفريقين سالمين غانمين ان شاء الله. عمرو بركات، عمرو بركات قطعت، اتحاد ياخد اماميه، اكرم عبد ربه، وادي تبديل تاني لنادي الاتحاد في بدايه اللقاء، رقم 15 رمزي خالد، لاعب جوكر، لاعب كويس، بيلعب في نص الملعب، باك ليفت، باك رايت. هنشوف حسام حسن يدفع بيه ازاي، انما اعتقد هيدفع بيه في مكان في نص الملعب عشان يقدر يكمل بحيويته ونشاطه وصغر سنه خلف المهاجمين. اسامه المغنيمي طويله وعاليه، عمرو ورده، لما التدخل من احمد حسام ميدو. وادي التبديل هنشوف نادي الاتحاد هيخرج محمد سعيد قطه وهيلعب رمزي خالد. قداش النهارده محمد سعيد قطه المنتظر منه، خرج
ده لعيب كويس طبعا، خرج وهيلعب مكانه رمزي خالد او لاعب بالفعل. ده التبديل الثاني بعد ما فرج وعلي فرج. التبديل الاول شوف رمزي خالد واخد ناحيه اليمين كده، هيلعب تحت اكرم عبد ربه مفيش كلام. ادي محمد حمدي زكي، رمزي خالد اول كره يستلمها يلعب العرضيه، اكرم عبد ربه على حدود منطقه الجزاء، ترجع اسامه المغنيمي، اسامه على الارض، عمرو ورده واخد في الاوفرلاب. ادي فتحي مبروك اتحطت له حلوه، فتحي مبروك وتدخل بتوقيت مناسب من عبد الحميد سامي، تاكلينج والكوره بره الملعب. فتحي مبروك وتماس لنادي الاتحاد، رمزي خالد، حسام، عبد الحميد سامي بسن القدم، نص الملعب ياخد عامر صبري، تدخل من سيد حمدي ناشط جدا، سيد ياخد سيد حمدي، ينطلق سيد حمدي، يلا بخطوه سريعه بيجري مع عامر صبري، تدخل بقوه، يقع سيد حمدي وياخد ركله حره مباشره. ممكن يبقى تكنيك وتكتيك لاعب يحتفظ بكورته، يفضل يقرب لحد ما يتعامل مع الركله الحره المباشره، فريقه متقدم يتوقف اللعب، يعيد تنظيم صفوفه مره ثانيه. ركله حره مباشره لمصر المقاصه، المتقدم على الاخضر بهدف المقابل لا شيء من الدقيقه 17 من الشوط الاول. هدف من نصيب عمرو بركات لاعب الوسط والجانب الايسر، هو اللي موجود على التنفيذ، هو اللي موجود عشان يلعب الكرة بشماله. عمرو بركات صاحب هدف اللقاء الوحيد، اتلعبت الكرة اول لاعب يقابلها يقطعها عامر صبري، توصل في اتجاه رمزي خالد، كنترول وحش وسيطرة وحشة، تعلى الكرة مرة ثانية سمير، ضربة رأس قوية من أسامة المغنيمي عشان يوصل للحارس إبراهيم فرج. طويلة كرة إبراهيم فرج في اتجاه رمزي خالد، إنما رايح مغطي كويس عبد الحميد سامي، بيأمن نفسه، رمزي خالد معاه، خلص رمزي دخل منطقة الجزاء، ما في خطورة وحلوة غردية. برافو يا رمزي يا خالد، برافو برافو يا مصطفى يا كمال. اتلعبت حلوة العرضية اللي فاتت، اللي اتلعبت في عمق دفاع الاتحاد، كان ضاغط النجدي انما مقطوعة، وادي اكرم عبد ربه يخلص، نشاط ملحوظ شوية في صفوف نادي الاتحاد، وادي رمزي خالد ياخد رمزي على الارض لعمرو ورده، اثنين من صغار السن معار بالنادي الاهلي. عمرو ورده تعاقد الاتحاد مع رمزي خالد القادم من الشرقيه، وادي عمرو وادي واحده ناحيه الشمال، يقدر يروح من هنا واحد ضد واحد، احمد حسام ورمزي خالد، احمد حسام ورمزي خالد. ادي رمزي حلوه المحاوله انما لسه ما فاتش، ما كسبش بيها مسافه، ترجع للخلف، فتحي مبروك عرضيه حلوه، مين يقابل هوبا، انما التدخل احمد السيد الخبره، عمرو ورده على حدود منطقه الجزاء، يقع عمرو، ماشي عمرو، فكر انه ياخد الركله الحره المباشره. عمرو لو فكر يحتفظ بالكره كان ممكن يبقى احسن من كده. ادي مره ثانيه الكوره واللعبه، وده احمد سامي، صفاره فاول لمصر المقاصه، نازل نادي الاتحاد شويه احسن قليلا من الشوط الاول، انما منظمين كويس دفاعيا لاعبي مصر المقاصه. ادي الاعاده وادي اللعبه وادي الفاول وادي المخالفه اللي ارتكبها مع عمرو فاروق اللي مشت الكوره مفيش اي حاجه عطيها حكم اللقاء. فتحي مبروك، حلوه التمريره يا ورده، حلوه الفتحي مبروك، يقدر ينطلق يلعب العرضيه مع احمد السيد، اكرم عبد ربه على حدود المنطقه، يسلم لعمرو ورده اللي بيبصم على كل كره في نص الملعب، واحده بوجه القدم مش تسلل، محمد حمدي زكي بعيد مأخر نفسه كويس، احمد سامي، حلوه المباراه، حلوت الشوط الثاني. عمرو بركات صاحب الهدف يلعب العرضيه احلى واحلى، سيد حمدي توزيع، وائل فراج، اثنين من القناصين، اثنين من الهدافين، انما الخبره رامي عادل يخلص، رامي يمرر داخل منطقه الجزاء، محمد سمير يخلص، عامر صبري على صوتنا شويه كده مع الفريقين، ودي واحده اماميه، عمرو ورده، مهارتك فين يا ورده، مهارتك فين يا عمرو، ماشي يا عمرو، يستلم عمرو، داخل على جوه عمرو في العمق، يسدد، ضعيفه يا عمرو، ملهوش بقى في التسديد، عمرو ملهوش في التسديد، بس مش شاطر من بعيد، شايفها كويس مصطفى كمال، افضل كان التمرير يوصل اكرم عبد ربه او كان يوصل محمد حمدي زكي، انما هي وجهه نظر عمرو ورده، نفذ في اللعبه اللي فاتت شايفين حضراتكم، وادي التسديده وراجع عمرو ورده. مصطفى كمال، وسبع دقايق من عمر الشوط الثاني في لمسه يد، تستوجب انذار يا بنا، انما براحتك بقى. حلوه المحاوره يا ولد، اكرم عبد ربه فايته من تحت قدم رمزي خالد، يستلم عمرو بركات، يمرر عمرو بركات لما بره الملعب، واقع زميله مقدار عليه اهم. اعتراضات من الجهاز الفني لنادي الاتحاد. حسام حسن بيتكلم، ريم حسن بيتكلم، زعلانين، متاخر فريقهم طبعا بهدف، اصرار وعزيمه وعناد غير مسبوق لحسام حسن وريم حسن.
قام لاعب مصر المقاصة الحمد لله، وترجع الكرة من لاعب نادي الاتحاد السكندري لفريق مصر المقاصة. تعصب شوية حسام، قام بقى طارق سليمان في المنطقة الفنية الخاصة بنادي الاتحاد. حمد ابراهيم زي الايمن المصري اسماعيلي هو المدرب العام في فريق مصر المقاصة، مع كابتن ايهاب جلال مدير فني. تفاهم بين الفريقين، بين الاجهزه الفنيه، وتفاهم في كل جهاز فني. طارق سليمان مع حسام حسن، حمد ابراهيم مع ايهاب جلال. البوغانيمي تمريرات خطا كتير من لاعبي نادي الاتحاد، انما في نص الملعب ياخد فريق مصر المقاصة والتوزيع لاحمد حسام، يضغط على حسام لسه محتفظ بكورته وارتكب المخالفه مع رقم 12 فتحي مبروك. ادي اللعبه وادي حسام وتدخل بقوه على طول صفاره من الاتحاد لمصر المقاصة. بقول لحضراتكم تمرير خطا كتير جدا من لاعبي نادي الاتحاد. فتحي مبروك مقطوعه ومردوده. عبد الله فاروق الشقيق الاكبر لعبد الرحمن فاروق زي الايمن الاتحاد. وادي محمد حمدي زكي مركز الجناح الايمن محمد حمدي. ادي محمد وادي العرضيه قليلين جدا مهاجمي نادي الاتحاد، هم الاتحاد النهارده بدون انياب حقيقيه. بره الملعب الكوره وادي التماس وادي اللعبه. شوفوا حسام حسن كلم طارق سليمان قال له تعالى، هيقوم بقى يمارس مهامه على طول في القاء التعليمات اول باول. اسامه البوغانيمي، رمزي خالد يخلص النجدي، تماس للاخضر. فتحي مبروك، عمرو ورده على الارض، التونسي اسامه البوغانيمي، توزيع في اتجاه عبد الرحمن فاروق. محمد حمدي زكي بيلازمه باسم عبد العزيز. محمد حمدي، عامر صبري، الضغط على عامر، اتخطفت من عامر. عمرو بركات هجمه المرتده، وائل فراغ ما بيعرفش غير تسجيل الاهداف. وائل، ادي وائل ماشي، سيد حمدي حرك له وائل ما خدش وائل. عمر النجدي خدمته، ماشي عمر على يمينه سيد حمدي عايز يخش جوه، اتحط لسيد حمدي بره المنطقه. ارضيه فيها خطوره، انما التغطيه ما شاء الله تغطيه حلوه، تطلع الكوره بره الملعب. عبد الرحمن فاروق غطى كويس في اللعبه اللي فاتت. الاتحاد بعيد تماما عن مستوى المعهود، وسيد حمدي يلف بمهاره يلف برشاقه، تدخل من عامر صبري، تطلع الكوره بره الملعب. ادي عامر سجل هدف التعادل في مرمى حرس الحدود. ونشوف الركنيه لمصر المقاصة. وصلنا ل 10 دقائق من عمر الشوط الثاني. الاتحاد متاخر بهدف، مقاصة متقدم بهدف لعمرو بركات. هدف في الدقيقه 17 من عمر الشوط الاول، كانت تسديده بالقدم اليسرى. نشوف النجدي والركنيه لمصر المقاصة. طالع مسافه بعيده ابراهيم فرج، تسقط الكره من ابراهيم فرج، صفاره من محمود البنا، اكله حره مباشره للاتحاد داخل منطقه جزائهم طبعا نتيجه اعاقه ابراهيم فرج. ابراهيم فرج هو اللي على التنفيذ وهو اللي هيلعب الكوره، كمل لعيبته كده في نص الملعب، وبالتالي اللعيب الوسط تقدمه للامام. ودي كره ابراهيم فرج اماميه في اتجاه محمد حمدي زكي. مسافات كبيره جدا من لاعبي نادي الاتحاد، خاصه في الوسط. عمرو بركات ينطلق من الجانب الايسر، على شماله سيد حمدي. ادي عمرو في العمق، في تسلل والفراغ تسلل، رفع الرايه احمد حسام طه. وادي اللعبه لحظه خروج الكوره سيبها بقى مسؤولين التحكيم. وادي ابراهيم فرج، احمد حسام بضربه راس، اسامه البوغانيمي ياخد فاول البوغانيمي. ركله حره مباشره للاتحاد المتاخر بهدف نتيجه اللقاء، مأثره على اداء لاعبي نادي الاتحاد. ودي فتحي مبروك اماميه، رمزي خالد يقدر يخش منطقه الجزاء، داخل المنطقه يلعب العرضيه. ودي العرضيه وهوبا، يا سلام يا محمد يا حمدي، لو قريب يعمل اكثر من كده. ودي العرضيه مره ثانيه، واكرم في اقل من دقيقه، في اقل من لحظه، عرضيتين احداهما ممكن تسكن شباك مصطفى كمال، انما تنظيم دفاع من مصر المقاصة. الهجوم عند نادي الاتحاد ضعيف جدا جدا. ادي رقم 15 شايفينه عبد الحميد سامي اتحرك كويس، محمد حمدي زكي ما لعبش كويس على الكره العرضيه الاولى، انما على صوتنا مع اللعبتين والبوغانيمي والعرضيه التحنويه نشوفها عاليه جدا بعيده جدا بره الملعب للمقاصة. ركله المرمى ركله مرمى، التنفيذ
مصطفى كمال على التنفيذ، يلعب الكرة طويلة، عبد الرحمن فاروق ياخد، يستلم عامر صبري، يسلم لرامي فتحي مبروك، رمزي خالد عامل شغل في الجانب الايسر لنادي الاتحاد، فايت مع عبد الحميد سامي، رمزي وعبد الحميد يفوت يلعب العرضيه والارضيه، انما يا ولد يلعب احمد السيد قاطع كويس قوي 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 على القائم الاول، وباطن القدم يحط الكوره بره الملعب. عمرو ورده ياخد تماس، ولاد صغيرين خلف المرمى كده من ابناء نادي الاتحاد وناشئيه بسرعه بيجيبوا الكوره، مهند الحن وسيف وفارس جاسر يجيبوا الكوره بسرعه تروح عند فتحي مبروك، وادي اسامه المغنيمي اتلعبت حلوه داخل منطقه الجزاء، تغطيه كويسه ناسب، مره ثانيه عمرو بركات ياخد محمد حمدي زكي، انما لوحده مرمي في الناحيه اليمين محدش قريب منه. محمد سمير، رامي عادل يعلي اماميه، اكرم، ادي اكرم واحمد حسام صغير في السن قليل الخبره يرتكب مخالفه في المنطقه الهجوميه الخاصه بنادي الاتحاد السكندري، هنا الاحتفاظ بالكوره من احسن، الاحتفاظ بالكوره يدي ثقه، يدي نوع من السيطره، انما ضرب ارتكب المخالفه اكرم عبد ربه. وبالاخري النجم الاثيوبي اللي هرب من نادي الاتحاد السكندري لحد دلوقتي نادي الاتحاد السكندري بتتساءل وتوجه اسئلتها طبعا نادي الاتحاد السكندري عن موقف اللاعب وموقف النادي، انما ساب فراغ مفيش شك، وبالاخري ومعاه الزامبي فيليكس كاتونجو. عمرو ورده، احمد حسام ماشي، عمرو يوزع، عامر صبري ضغط على عامر، جديد على الاجناب وعلى الاطراف، عامر في الوقت لا، ودي واحده طويله 3-على-1 يخلص الواحد اللي هو احمد حسام، وادي النجدي اماميه سيد حمدي، رامي عادل بقوه يتدخل يرجع للخلف، رامي عادل ابراهيم فرج يقطع ويرد عبد الله فاروق، المغنيمي ياخد، رمزي خالد لعمرو ورده، فاول على النجدي، فاول الاتحاد، ادي عمرو ومعاه احمد حسام ومعاه عمر النجدي، ياخد نادي الاتحاد السكندري بسرعه محمد سمير، رامي عادل. وصلنا 15 دقيقة مشاهدينا الكرام، مشاهدي نادي سبورت متابعي لقاء الاتحاد السكندري ومصر المقاصة، وتقدم المقاصة على الاتحاد ما زال قائما من الدقيقة 17 من الشوط الأول، والقدم اليسرى ليك يا عمرو يا بركات. لسه في ماتش كمان 4 ايام ما تقعدش تعمل ركلة حرة مباشرة عبد الرحمن فاروق زي أيمن الاتحاد السكندري، والتبديل الأول في صفوف مصر للمقاصة. رقم 10 هشام محمد، ويخرج سيد حمدي. واحد قدامي خرج سيد حمدي ادى ال 15 دقيقة اللي فاتوا الشوط الأول بشكل طيب. التبديل الأول هشام محمد، الاتحاد السكندري تبديلين باشتراك ابراهيم فرج بدل من علي فرج المصاب، واشتراك رمزي خالد بدلا من محمد سعيد قطة على الارض، واقع لاعب نادي الاتحاد، ان شاء الله سليم يكمل مع فريقه. نرى مشاور الاكرم على على القدم اليسرى، اللقاء السادس اللي بيجمع الفريقين، 5 مباريات مضت بينهما، تعادل الفريقين مرتين، 3 مباريات فوز كانت من نصيب مصر للمقاصة. اخر فوز كان الموسم قبل الماضي بهدفين، رامي عادل لاعب الاتحاد الحالي، واوتوبونج هداف الاتحاد السابق. وادي ابراهيم فرج وزن ال 15 دقيقة، مصر المقاصة متقدم على الاخضر، مقدم على الاتحاد السكندري. قلنا كان في الصورة ملك نادي الاتحاد كشاف كشري، يعني اعضاء نادي الاتحاد، الحاج علي محمد جابر مدير العلاقات العامة. ودي عمرو ورده ياخد ركنيه، عمرو ورده هيخرج عبد الرحمن فاروق تبديل اضطراري، ويشارك رقم 13 اسامه العزب.
اسامه العزب القادم من النادي المصري رقم 13. وركنيه النادي الاتحاد يستنفذ الثلاث تبديلات، العرضيه وفايته. اتلعبت عرضيه اتحادويه غابت عنها الرأسيه. بره الملعب دكتور محمد عنان مع المصاب عبد الرحمن فاروق، تبديلين اضطراريين التزم بيهم نادي الاتحاد. الشوط الاول خروج علي فرج مصاب، الشوط الثاني خروج عبد الرحمن فاروق مصاب ايضا. كده انتهت تبديلات نادي الاتحاد السكندري. و 27 28 دقيقة القادمة هيكمل نادي الاتحاد بنفس اللاعبين الموجودين على ارض الملعب، ويقع محمد حمدي زكي. فكر في انه ياخد حاجة داخل المنطقة، ما فكرش انه يقتحم ويروح ويوصل لمرمى الخصم. تسلل وائل فراج، رفع رايته احمد حسام طه. هذه اللعبة واضح تسلل. محمد سمير العزب امامية، اكرم عبد ربه حرك كتير بيجري كتير، انما لسه الخبره مأثره على تحركاته. ذكر اجمد نجوم الكره المصريه في النواحي الهجوميه كابتن محمود الخطيب، حركاته قليله انما انتاجه كان كبير قوي قوي قوي. الاتحاد مهاجمين مميزين، افتكر كابتن رزق نصار، كابتن سمير بخيمر، مجموعه اخرى من اللاعبين اللي كان لهم باع في هذا المكان. ده طبعا جيل السبعينيات. عامر صبري، اكرم خطفت من اكرم وياخد احمد سامي، رامي عادل وفؤاد فراج، رامي وائل يرجع لابراهيم فرج ببطن القدم يعلي في اتجاه عمرو ورده واحمد حسام. عمرو ياخد، ادي عمرو ورده في العمق مش لحد اقرب مصطفى كمال. حسام حسن هيتجنن في المنطقه الفنيه، قريب مني جدا وشايفه هيتجنن، بقول لحضراتكم في المنطقه الفنيه. ادي حسام، طويله كره مصطفى كمال، فتحي مبروك، رامي عادل بضربه راس ياخد لنفسه برافو البغنيمي، يحاول انما عبد الله فاروق لمسه يد. فتحي مبروك على التنفيذ، استنفذ نادي الاتحاد السكندري تبديلاته، تبديل واحد شوط مصر المقاصة بخروج سيد حمدي واشتراك هشام محمد. رامي طويلة، عمرو وردة يحاول وفي ركلة حرة مباشرة. لعب كويس عمرو، كثرة المباريات والمشاركات هيكتسب الخبرة، ولو كمل مع نادي الاتحاد السكندري هيلاقي نفسه عمرو وردة معارض النادي الاهلي، قريب من الفريق الاول منذ اكثر من 3 مواسم، انما قله خبرته وصغر سنه حالت دون حصوله على الفرصه في النادي الاهلي. تنفيذ لعمرو ورده وفتحي مبروك، الاثنين واقفين، مين يتحرك مين يلعب؟ كان فتحي مبروك يا عمرو ورده. اتلعبت حلوه في اتجاه المرمى، انما التغطيه اثنين كويسين مميزين، احمد السيد وعبد الحميد سامي، وداخل معاهم كمان احمد سامي. ركنيه للاخضر اللي قرب شويه من فريق مصر المقاصه وقرب من المرمى، مصطفى كمال، اسامه البغنيمي على التنفيذ، وعرضيه من ركنيه للاخضر. لعبت حلوه عاليه فيها سكرو جوه الشبكه، انما فين؟ برافو مصطفى كمال، حلوه يا مصطفى يا كمال، حلوه يا اسامه يا بغنيمي، انما حلوه مصطفى كمال بخبرته الكبيره. شوفوا اللعبه على طول حادث قبضه ايده، كلاكيت وركنيه للاخضر. يقول حكم اللقاء ان الركنيه من الجانب الايمن، واخدها اسامه البغنيمي ورايح يلعبها، وادي الاعاده للعبه اللي لعب عليها مصطفى كمال. يعني قد يكون كده اجتازت خط المرمى وهي في الهواء، ده وفقا لاشارات لاعبي نادي الاتحاد، انما الحكم قريب واللانزمان قريب والمساعد قريب، ما شاء الله. مرة تانية العرضية والعكسية ومفيش تسلل، اتسندت يا عمرو يا وردة، يا عمرو يا وردة. من هنا ما تلعبش في المرمى، هنا كانت تتحط القادمون من الخلف، ممكن كان اكرم ممكن كان عامر، انما لعبها في الزاوية القريبة، كان صعب دخول المرمى من هنا، كان واقف مساند مصطفى كمال، انما اللعبة الاعادة فيها اثارة. ادي العرضية وادي الرأسية وبعيد عن مرمى مصطفى كمال، رأسية عمرو وردة. بره الملعب تماس الاتحاد السكندري،
تشتيت عبد الحميد سامي، يسند رمزي خالد، تعلى اكرم عبد ربه، قريب محمد حمدي زكي. اعتقد الوقت المتبقي من الشوط الثاني هيطلع محمد حمدي زكي وحسام حسن كراس حربه صريح، هو اللي ممكن يقرب شويه، هو اللي ممكن يكون له شكل في الناحيه الهجوميه. كورتين في الملعب، فتحي مبروك والتماس للاخضر، ورده من لمسه يوصل ليه رمزي خالد بمهاره عرضيه، حركاته يعني تنم على عدم الخبره. اكرم عبد ربه طويل المليان، طويل القامه، قوي المليان، اكتسب الخبره، يبقى ليه شكل ثاني خالص. اكرم عبد ربه مهاجم نادي الاتحاد السكندري، واحد من ناشئيه وابنائه من قطاع الناشئين. اسامه العزب، حيويه اسامه، يلعب واحده اماميه حلوه لمحمد حمدي زكي، احلى التمريره لاكرم، تمريره مره ثانيه لمحمد حمدي، عايز يخش المنطقه، يلعب بالعرض بعيد عن الورده، قلق خلى احمد حسام يلعبها وقبضت ايده، وادي الكوره واحمد حسام. يا ريت ساعات نشوف بيقول ايه للاعبي نادي الاتحاد السكندري، بيقول جت في ايده. فتحي مبروك، رمزي خالد، عامر صبري، توزيع في اتجاه اسامه العزب، هيبث الحيويه في هذا المكان والجانب الايمن لنادي الاتحاد اسامه. محمد حمدي قطعت طويله الكره من في اتجاه وائل فراج، نقلها كويس احمد سامي، انما فتحي مبروك وفاول لنادي الاتحاد السكندري. خمسة 25 دقيقة من عمر الشوط الثاني، مصر المقاصة متقدم على الاتحاد السكندري بهدف مقابل لا شيء. ادي اكرم وركلة مرمى للمقاصة، التنفيذ للحارس مصطفى كمال. الاثنين حراس من اصحاب الخبرة سواء ابراهيم فرج او مصطفى كمال، وادي مصطفى كمال على التنفيذ. طويلة كرة مصطفى، تدخل من سمير، رمزي خالد، فايتر، عمرو وردة، ياخد عمرو وياخد ركله حره. عمرو ورده اتلعبت بسرعه، يقوم احمد سامي ان شاء الله. قام فعلا عبد الله فاروق رقم 25، وادي محمد سمير. محمد سمير طويله كورته في اتجاه العزب، معاه باسم الظهير الايسر، برافو يا باسم. عمرو بركات صاحب الهدف الوحيد وهدف تقدم مصر المقاصة، رامي عادل يقطع، يطلع علي فتحي، تعلى اسامه البغنيمي، استلم اسامه على الارض، عامل صبري، مسباص، وائل فراج، قنص، لو راح من هنا هنشوف هدف مفيش كلام. عبد الله فاروق خلصها كويس، فتحي مبروك، مجتهد فتحي، وجه القدم الخارجي، انما ما اتحركش عمرو ورده، ما راحش عمرو ورده. كلمه حسام حسن سمعه من هنا بيقول له ما تروح كمل يعني. وادي احمد حسام، طويله كره حسام، عامر صبري يصطاد في السكه، يحاول عامر يوزع عامر لعمرو ورده. شوف الاوفرلاب، شوف رمزي خالد، شوف رمزي خالد، ادي عمرو ورده داخل على جوه، يلعب العرضيه، سقطها حلوه، عادي بيجري يلعب الكره. اكرم عبد ربه، لا هو خبره ولا الاثنين تحت منه كمان خبره، فالمثلث الهجومي ضعيف لنادي الاتحاد. مصطفى كمال بعكس طبعا المثلث الهجومي لفريق مصر للمقاصة، كان سيد حمدي وائل فراج، بيكلم عمرو بركات واحمد سامي. احمد السيد بضربه راس، تعلى الكوره توصل عند اسامه العزب، اسامه في العمق حلوه لاكرم عبد ربه، اسامه البغنيمي، العزب، محمد حمدي، اسامه البغنيمي، ادي اسامه بيفكر، اسامه لسه مركز يلعب ناحيه اليمين، يرجع للخلف، قفلت الزاويه اللي كان ممكن يمرر منها، توصل عند رامي عادل، رامي لفتحي مبروك، فايته من تحت قدم فتحي مبروك. الهدف مؤثر سلبيا على لاعبي نادي الاتحاد، رافع معنويا من لاعبي مصر للمقاصة. باسم
عمرو بركات، ادي عمرو. باسم يفوت مع اسامه العزب، الاثنين من صغار السن، شباب، حيويه، حماس. اتلعبت التماس بسرعه. اسامه المغنيمي، اسامه لازم يخلص من هنا، لو ضغط عليه هيبقى في خطوره. ادي اسامه. اكرم عبد ربه، والله يسندها كويس اكرم لمحمد حمدي زكي، يوزع محمد حمدي في اتجاه ورده وفتحي مبروك. 3 في مكان واحد. ادي فتحي عايز يغزو لوحده. فتحي مبروك على يمين الكوره يسقطها داخل المنطقه. اكرم عبد ربه، محمد حمدي زكي يقع، مفيش حاجه مفيش حاجه. شفتوا اللقطه اللي فاتت حسام حسن؟ مش عايز اقول لكم عمل ايه على المنطقه الفنيه، اتجنن خالص حسام، بره هيتجنن الراجل، داخل المنطقه مش عايز الكره تطلع من هنا، بيسيبوها بسهوله لاعبي نادي الاتحاد. دي وجهه نظر. اسامه المغنيمي يوزع، اسامه ميس باص مقطوعه، هشام ياخد، هشام محمد. عمرو بركات، هشام، عبد الله فاروق، هشام مره ثانيه كثف كده في نص الملعب ايهاب جلال، واكتفى بوائل فراج كمهاجم وحيد عايز يحافظ على الهدف. عامر صبري 28 دقيقة، داخلين على الدقيقة 29. أكرم عبد ربه فايتة ماسكها لسه محتفظ بيها، يمرر. فتحي مبروك، فتحي في اتجاه رمزي خالد، انما تعلى الكورة. عامر صبري يسيب عامر يلعب لمين في وشه سهل الممتنع، انما لسه محتفظ بيها. ادي عامر صبري لاكرم عبد ربه، مقطوعة، واخد عبد الله فاروق ومسلم لعمرو بركة. فات من واحد، تعمق، توغل، الضغط عليه، اتقطع. فتحي مبروك لأسامة المغنيمي. محمد سمير عفوا لأسامة، على مهل أسامة أمامية، اتحرك كويس فيها عمرو وردة، بتتحرك من الشمال لليمين. ادي عمرو صاحب مهارة خاصة، يمرر، مقطوعة، مفيش حد، ياخد على طول. أحمد سامي ترجع مرة تانية، عبد الحميد سامي عفوا رقم 15 اللي كان مكمل من الخلف للامام. وادي مصطفى كمال. عبد الحميد سامي طويله، كره عبد الحميد سامي، رامي عادل يسند ضربه راس، فتحي مبروك، ورأس ايضا لعامر صبري، وحش التمرير، هيقطع في السكه عبد الله فاروق، لما وصلت لاسامه العزب اللي بيلعب الاماميه. ادي عمرو ورده توصل عند رمزي خالد، ادي رمزي، فتحي مبروك، ادي فتحي، رمزي خالد، احمد حسام بتاكلينج يقطع، لسه الكره في الملعب ورايح رامي عادل. يرجع للخلف عند حارس مرماه ابراهيم فرج. ابراهيم فرج خارج منطقه جزائه، وادي الكره الطويله، يوقف عمرو ورده. لعب كويس، لو اعتنى عمرو ورده احسن من كده وافضل من كده، عنده امكانيات كويسه عمرو ورده، لعب كويس ما شاء الله عليه عمرو ورده. اسامه المغنيمي مخطوفه ومقطوعه، عمرو فايت، عمرو بركات ماشي، عمرو بركات والفراج، وركله حره مباشره للمقصة على حساب محمد سمير. ادي محمد سمير، وادي التدخل، وادي الصفاره من محمود البنا، والركله الحره المباشره. كارت اصفر وانذار لمحمد سمير، اعتراض بعد اللعبه. 1-0 مصر المقاصة على الاتحاد السكندري. - 32 دقيقة 32 دقيقة مصر المقاصة متقدم على الاتحاد السكندري. وادي الإعادة، الكارت الأصفر في حق محمد سمير، وادي العرضية وفايتة الكورة وتطلع بره الملعب. تطلع الكورة بره الملعب. الاتحاد السكندري ان شاء الله في بدايه الدور الثاني، الجوله الاولى من الدور الثاني، هيقابل ويستضيف فريق الجونه اللي انتهى لقائه في الدور الاول معاه بالتعادل سلبيا في الجونه. المتولى المسؤوليه وقتها طلعت يوسف كمدير فني. فريق المقصه هيكون في اسكندريه، هيحل ضيفا على فريق الرجاء. الرجاء خسر من المصري بالامس. وادي رمزي خالد
يفوت رمزي في وسط ثلاثة، عايز يعمل عرضية، ممكن ياخد، اخذ الركنية، خد فعلا الركنية. ركنية النادي الاتحاد، وريح لها أسامة البوغنيمي. رايح أسامة البوغنيمي عشان يلعب الركنية نادي الاتحاد، واتلعبت في حلق المرمى ومصطفى كمال، وهوبا التسديدة أسامة عزب، إنما بيشارك معاه لاعب المقصة أحمد سامي، شاط طبعا بوجه القدم، كرة بعيدة وعالية على المرمى مصطفى كمال. مصر المقصة وركلة المرمى ومصطفى كمال، ضربة رأس من هشام محمد بره الملعب، تماس الاتحاد، فتحي مبروك التنفيذ. ادي فتحي، رمزي خالد يفوت في مساحة ضيقة جدا وياخد تماس مرة ثانية، فتحي مبروك. اتحرك عمرو وردة، ادي عمرو مع عبد الحميد سامي، مفيش هزار، تطلع الكورة بره الملعب، وتماس لنادي الاتحاد. فتحي مبروك، رمزي خالد، فتحي مبروك، عرضية على حدود منطقة الجزاء، فايتة أسامة العزب للخلف، محاورة من أسامة مغنيمي مقطوعة، وائل فراج مردودة، محمد حمدي زكي، أسامة العزب يقدر يمر من هنا ويقدر يلعب العرضية. ادي أسامة وحش التمرير، معاه قافل كويس باسم عبد العزيز، ترجع لمحمد حمدي زكي، العرضيه مين يقابل من هنا، تسقط بعيد عمرو ورده، مفيش تمركز هجومي كويس داخل منطقه الجزاء لعمرو ورده ولا اكرم عبد ربه في اللعبه اللي فاتت. حصيله اللقاء حتى الان بعد ما تجاوزنا النص ساعه، مصر المقصه متقدم على الاتحاد السكندري بهدف مقابل لا شيء. وصلنا للدقيقه 80 من عمر اللقاء، دقيقه 35 من عمر الشوط الثاني. فتحي مبروك، تمرير عمرو ورده، ادي عمرو على الارض حلوه لاكرم عبد ربه، يقع اكرم ياخد ركله حره مباشره. ادي اللعبه، وادي احمد حسام مع اكرم، احمد سامي رقم 17 مع اكرم عبد ربه، وركله حره مباشره لنادي الاتحاد. 10 دقائق بتفصلنا عن نهايه الشوط الثاني والمباراه، يقدر نادي الاتحاد السكندري يتدارك الموقف. نشوف أسامة البوغنيمي والركلة الحرة المباشرة، اتلعبت داخل منطقة الجزاء، تعلى الكورة، أسامة يخلصها، رمزي خالد يقع، وادي الهجمة المرتدة، حاول رمزي خالد مرة ثانية، خلصها عامر صبري. فاول على نادي الاتحاد، كارت أصفر، إنذار لرمزي خالد، إنذار لرمزي خالد اللي كان شارك بدلا من محمد سعيد قطة. ادي رمزي وادي الانذار. احمد السيد، عمرو مقطوعه، عامر صبري واخد، مضغوط عليه عمرو بركات، معنوياته مرتفعه جدا، هو صاحب الهدف حتى الان، عايز اللقاء يخلص كده ويكون بهدف هو لوحده. عمر النجدي، اسامه البوغنيمي ياخد، ادي اسامه ماشي، أسامة ترجع محاورة، عامر صبري، ادي عامر صبري، أسامة البوغنيمي، العزب، محمد حمدي والضغط من باسم عبد العزيز، أسامة مرة تانية، صعب المأمورية على نفسه أسامة البوغنيمي، يلعب لنفسه أو يلعب للأمام، اللعب الفاضي أو بمعنى أدق اللعب اللي في وشه هيسهل مأموريته. ادي واحدة طويلة، طالبوا بالفاول لاعب الاتحاد وجهازهم الفني. ابو بكر عبد اللطيف رقم 39 بيستعد للنزول، يكون بقى لاعب في نص الملعب او لاعب مدافع. رقم 39 ابو بكر عبد اللطيف. عمرو بركات لباسم، احمد سامي، عبد الله فاروق، هشام محمد، توزيع في الجانب الايمن،
عمر النجدي كده يلعب العرضيه وبراحته، وادي العرضيه وقلشه انما في العارضه تقلش الكوره وفي اتجاه مرمى نادي الاتحاد السكندري، انما تيجي في العارضه وياخد نادي الاتحاد السكندري بعد ما عدت الكوره ركله المرمى. هيخرج رقم 14 صاحب الكوره الجميله اللي فاتت واللي بتعاد امام حضراتكم. ادي النجدي وادي اللعبه وادي القلشه وفي العارضه وبره الملعب. هيلعب ابو بكر عبد اللطيف بدلا من عمر النجدي. بقى تبديل لفريق فريق مصر المقصة بعد ما نزل ابو بكر عبد اللطيف خد مكان اللاعب المحوري عبد الله فاروق. هيخرج عبد الله فاروق كده ناحيه الجانب الايمن، وادي محمد حمدي زكي. تأثير سلبي تركه الاثيوبي اوكلي، ايضا تأثير سلبي لغياب بنزيما بيلعب نادي الاتحاد السكندري. مهاجم واحد صغير السن وقليل الخبره اكرم عبد ربه. ادي اللعبه بتاعت النجدي قلشت، كانت ممكن تسكن الشباك وتقضي على امال نادي الاتحاد تماما. وائل فراج ضربه راس محمد حمدي زكي لاكرم عبد ربه. محمد حمدي زكي يقطع ابو بكر عبد اللطيف اللي شارك بدلا من عمر النجدي. عبد الله فاروق ابو بكر عبد اللطيف ولا لعبها حلو. هشام محمد احمد حسام للخلف لحارس المرمى. مصطفى كمال عالي جدا. رمزي خالد لما توصل عند وائل فراج عايز ينطلق وائل مع رامي عادل. ادي رامي ناس رامي على كورته مسلم لمحمد سمير. عامر صبري رامي عادل محمد سمير. ادي محمد ماشي محمد سمير ويلعب الكره الطويله في اتجاه اكرم عبد ربه. سقطها اكرم. في حاجات يبقوا حافظينها، يطلع عالي اللاعب لازم يبقى لاعب تحت منه على طول عشان يقدر يستلم الكره اللي هيسقطها بدماغه زي ما شفنا كده اكرم عبد ربه. لو كان بعيد محمد حمدي زكي وبعيد عمرو ورده، الاثنين قاعده المثلث الهجومي خلف اكرم عبد ربه، مسافات متباعده بين الثلاثي. ودي واحده وادي توزيع في اتجاه عمرو ورده يعلي بضربه راس. تدخل عبد الحميد سامي راح له عمرو ورده، توصل لرمزي خالد. رمزي يحاول عبد اللطيف ابو بكر عبد اللطيف طويل القامه اكرم توصل عند اسامه العزب. ادي اسامه البغاليمي بطيء. اسامه يرجع للخلف عند محمد سمير. محمد سمير والتوزيع في اتجاه فتحي مبروك ياخد لنفسه فتحي. ساب لعمرو ورده. ادي عمرو هيحطها داخل المنطقه. ادي عمرو ورده على الارض لرمزي خالد. عاليه يقدر يروح عامر صبري اطول من اللازم وقويه تطلع بره الملعب. الله 40 دقيقة ودخلنا على الدقيقة 41. مقصة متقدم على الاتحاد السكندري بهدف المقابل لا شيء. هدف لعمرو بركات. لو انتهى اللقاء كده يرفع المقصة رصيده ل 31 نقطة ويتجمد رصيد نادي الاتحاد عند 25 نقطة، انما الهدف بيجي في اقل من ثانية في اقل من لحظة. ربما ياتي هدف التعادل خلال الدقائق القادمة او يقدر فريق مصر المقاصة يزيد من عدد اهدافه ليأكد فوزه على زعيم الصف مصطفى كمال. عمرو بركات. ادي عمرو يلعب عمرو يوزع لوائل فراج. ادي وائل ياخد يرجع مرة ثانية لعمرو بركات. عمرو على الارض لوائل فراج. تمرير في نص الملعب ابو بكر عبد اللطيف للخلف لحارس المرمى مصطفى كمال. لاعب الاتحاد بعاد جدا على المرمى مصطفى كمال. وادي واحده طويله في اتجاه رامي عادل، يرد رامي عادل بقلشه ما تخدمهوش وتوصل نص الملعب على طول. احمد سامي ياخد يمر. احمد سامي عايز يحتفظ بكورته طبعا. ادي التمريره مقطوعه يقطع رمزي خالد ويدي فتحي مبروك. فتحي ماشي محتفظ بكورته يقع ياخد ركله حره مباشره. كارت اصفر وانذار لاحمد سامي لاعب وسط مصر للمقصة. رامي عادل على التنفيذ والركله الحره. رامي عادل عاليه واماميه. عبد الحميد سامي ضربه راس. عمرو ورده ياخد. رمزي خالد ياخد. ماشي رمزي يقع. رمزي ياخد ركله حره مباشره وتدخل قوي جدا من احمد حسام. اعتقد
هيحصل على انذار احمد حسام. بيتألم في اللعبه اللي فاتت، قريب منه الحكم الدولي محمود البنا، وبيجهز الكارت الاصفر والانذار لاحمد حسام. لعب فتره احمد حسام في نادي الاتحاد السكندري، كان قادم من نادي الزمالك، قبلها كانت بدايته في نادي المقاولون العرب. نادي حسام حسن في المنطقه الفنيه، شغال كلام وشغال تعليمات وشغال تعديل اوضاع، انما لم يسفر هذا الكلام عن شيء حتى الان. الاتحاد السكندري بعيد تماما عن مستواه اللي كان منتظر النهارده وتكمله مشوار حصده لنقاط المباراه. عمرو ورده على التنفيذ والركله الحره المباشره. ادي عمرو ورده اتلعبت حلوه داخل المنطقه وعاليه، انما تسقط خلف مرمى مصطفى كمال. ركله حره مباشره، عفوا ركله مرمى مصطفى كمال على التنفيذ لمصر. دقيقه 89 من عمر اللقاء، دقيقه تفصلنا عن نهايه الشوط الثاني بخلاف الوقت اللي يحتسب بدلا من ضائع. ونشوف محمود البنا هيعلن او هيشاور بوقت قد ايه عشان يقول الحكم الرابع عبد الله عكاشه. اكرم عبد ربه تماس لمصر المقصه، عاد للملعب مره ثانيه بعد كده خرج للعلاج احمد حسام رقم 7 الظهير الايمن للمقصه. وادي الكوره، وادي الكوره الطويله، يحاول هشام محمد يضغط عليه، يتقطع اسامه المغنيمي. اسامه في وسط 3 ياخد ركله حره مباشره بسرعه، يمرر في اتجاه اسامه العزب الظهير الايمن اللي شارك بدل المصاب عبد الرحمن فاروق. اسامه ماشي، اخر اسامه في اللعبه، انما لسه الكوره في الملعب، لسه الكوره في الملعب، كل قوه يخلصها اسامه المغنيمي. ادي اسامه للخلف عند اسامه العزب. 5 دقايق وقت محتسب بدل ضايع بيعلنوا الحكم الرابع عبد الله عكاشه. هنبدا نلعب في الدقيقه الاولى منهم، تبديل ثالث واخير في صفوف مصر للمقصه. محمد ابو المجد رقم 2 بيستعد للمشاركه. رقم 2 محمد ابو المجد. كابتن نشوف هيشارك بدل مين، ويكون التبديل الثالث والاخير في المباراه. هيخرج الظهير الايمن احمد حسام. خرج احمد حسام يشارك تبديل ثالث واخير في صفوف مصر المقصه وفي المباراه. اخر التبديلات محمد ابو المجد بدلا من احمد حسام رقم 2 ظهير ايمن. والتماس هيلعب محمد ابو المجد التماس لمصر للمقصه. نلعب في الوقت المحتسب بدلا من ضايع. الاصرار والعزيمه ما يفرقش معاهم الوقت. هل يستفيد من هذا الكلام ويستغل نادي الاتحاد ال5 دقايق دول يتدارك الموقف والامر اللي هو فيه، ولا فريق المصري المقصه هيحاول الحفاظ على الهدف ويحاول تاني لزياده عدد اهدافه لتاكيد فوزه بالمباراه؟ هنشوف. 5 دقايق هيكون فيهم كتير. فتحي مبروك يمرر يقطع عبد اللطيف على طول، ابو بكر عبد اللطيف، اسامه المغنيمي، محمد سمير، طويله الكوره في اتجاه محمد حمدي زكي، تدخل من احمد السيد، تشتيت من باسم عبد العزيز. كل فريق هيحاول يدي الكوره في نص ملعب الفريق الاخر، يبعد الخطوره عن نفسه. وادي اسامه المغنيمي يحطها على الارض لرامي عادل، يعلي رامي، يروح فتحي مبروك، قوي البنيان فتحي، رايح فتحي بكل قوه مع عبد الحميد سامي، يقف في سكته كده عبد الحميد، او بمعنى اصح ياخره عن حصوله للكوره وياخد ركله المرمى مصطفى كمال حارس مصر للمقصه. ادي اللعبه وادي الاعاده ومفيش حاجه. مصطفى كمال يلعب، مصطفى كمال الكره الطويله، اسامه المغنيمي عالي جدا، ابو المجد بضربه راس، ياخد رمزي خالد التماس، يلعب التماس لاسامه المغنيمي، يرجع عند رامي عادل. مفيش حل غير يحط الكوره داخل منطقه جزاء مصر المقاصه، وفعلا الكوره داخل المنطقه، تتسند من ابو بكر عبد اللطيف لاحمد سامي، مخطوفه رمزي خالد، محمد سمير. كده بقى ننتظر الكرات الطويله والعاليه لما نشوف كده محمد سمير. وادي عمرو ورده، ادي عمرو يحاول مع ابو المجد، عمرو وابو المجد، عمرو وابو المجد، عمرو وابو المجد، يرجع للخلف عند فتحي مبروك، فتحي والعرضيه، مفيش حد يقابل براسيه غير احمد السيد وابو بكر عبد اللطيف طويل القامه. مره ثانيه اسامه المغنيمي تعلى الكوره، يعني ممكن مش هنلاقي فنيات خلال الوقت المتبقي، انما نلاقي حماس.
وادي رامي عادل، رايح رامي، حضر رامي، مأمن رامي، ياخد التماس من عبد الله فاروق. نظريا 3 نقاط قريبين جدا من مصر المقاصة. عمليا لسه ختام اللقاء مش هيكون الا بصافرة حكم المباراة محمود البنا. حد متأخر بهدف، مصر المقاصة متقدم، قد يرفع رصيده للنقطة 31 زي ما رصيد نادي الاتحاد عند النقطة 25، انما لسه كل ده مش هيتقال غير مع صافرة النهاية. أسامة العزب ياخد تماس للأخضر. أسامة العزب، ادي أسامة يلعب لمحمد حمدي زكي، لسه معاه باسم، أسامة وباسم، أسامة والعرضية، مصطفى كمال يطلع بره الملعب، عامل صبري محاولة، لسه الكرة في الملعب، ودي فتحي مبروك، ودي العرضية، محدش قابل، بعيد تماما هجوم نادي الاتحاد النهارده، غائب تماما هجوم نادي الاتحاد. وادي الركلة الحرة، الركلة الركنية، الفرصة الأخيرة لنادي الاتحاد رمزي خالد، رايح أسامة أبو الغنيمي، ادي أسامة المغنيمي، حاول أسامة يلعب العرضية، أسامة نشوف هيعمل ايه. أسامة المغنيمي اتلعبت العرضية ولفة على حدود منطقة الجزاء، رمزي خالد لسه محتفظ بكورته، يحاول يراوغ مرة تانية، أسامة يلعب، مفيش تسلل. أسامة المغنيمي قوية جدا 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 جدا، قوية جدا يا أسامة. كل حضراتكم حسام حسن قريب مننا هنا هيتجنن مع كل كرة بيخطئ فيها لاعبي نادي الاتحاد. عموما مباراة على صفيح ساخن، نكاد نكون وصلنا لنهاية الوقت المحتسب بدل الضايع، واقترب مصر المقاصة لحصد نقاط المباراة الثلاث ورفع رصيده ل 31 نقطة. يحاول مرة تانية هشام، ترجع كورته عند باسم عبد العزيز، أمامية لعمرو بركات. اتحاد اسكندرية يستقبل الجونة في مطلع الدور الثاني، قصة هيكون ضيف على فريق الرجاء، ودي هجمة للأخضر، ودي المحاورة، انما تطلع الكرة بره الملعب وياخد نادي الاتحاد السكندري الركنية. حاول كده في اللعبة اللي فاتت أسامة العزب، ونشوف الفرصة شبه الأخيرة أو الأخيرة لنادي الاتحاد السكندري في الكرة العرضية اللي جاية من الركنية اللي رايح لها رقم 5 التونسي أسامة المغنيمي. كل لاعبي الفريقين داخل منطقة جزاء مصر المقاصة، وادي العرضية تتلعب ازاي، اتلفت، شوف تسديدة هيحطها داخل المنطقة مفيش كلام، وادي اتلعبت الكرة، وادي الكرة العالية مش تسلل. نشوف العرضية، نشوف العرضية، واتلعبت جامدة، هوبا يا رامي يا عادل، يا رامي يا رامي يا رامي، والله اتعملت حلوه العرضيه التحلويه. شوفوا اللعبه، وادي العرضيه وحلوه ببطن القدم، كانت ممكن تسكن الشباك، انما لعبها برعونه، لعبها بدون دقه، لقاها لعبها، طلعت الكره بعيد عن المرمى، وكان ممكن يبقى هدف التعادل، وكان يبقى في وقت قاتل قاتل قاتل. مصطفى كمال في هذه اللحظه صفرت نهايه اللقاء واعلان فوز مصر المقاصة على الاتحاد السكندري ورفع رصيده ل 31 نقطه، وتجمد رصيد نادي الاتحاد السكندري عند 25 نقطه. شكرا لمخرج اللقاء بمبارك الوحده ال11، وتحياتي وارق امنياتي معلقكم الرياضي سيد الثعلبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. برعاية